غير شوقية. ودي كانت مستخبيه فاني داهيه بقى. دي اتجوزت من مهندس سوداني من سنين طويله، ومن ساعه ما سافرت معاه ما جاتش مصر. طب وايه اللي فكرهم بمصر وبعت بنتها ليه؟ ودي تفوتني، ما انا سالته طبعا. وقال لك ايه؟ بيقول ان ام مندو واختها عندهم بيت في الحمزاوي. وقلت له ايه؟ البيت ده يعمل له شيء وشويات. وقال لك ايه؟ واكيد البت جايه تدور على ورث امها. بس عم عبد الواحد عمره ما جاب سيره البيت ده. المهم قال لك ايه؟ يا بت اهمدي شويه، الله دوختيني. ده عبد الواحد ده طلع حويط. الحكايه كده اتعقدت. يعني بنت خالته شركته في بيت الحمزاوي وانا شركته في بيت الغوريه. السؤال بقى هنا، مندو هيعيش في انهي بيت؟ الحمزاوي ولا الغوريه؟ مساء الخير يا شقيق. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا كن؟ اخوك وحبيبك استحمى. تعال يا كن، حماتك بتحب وانا بموت فيها. ايه اللي في ايدك ده؟ ده علبة حلويات بمناسبة رجوع الاخت زين بالسلامة. الله، طب ما انا رجعت معاها، ما جبتليش علبة ليه يعني؟ هو انت غريب يا مندو؟ اتفضلي يا انسة. شكرا يا كوني، ما كانش لازم تتعب نفسك وتستحمى. دي حاجة بسيطة كده، كان واجب علينا نذبح لك عجل. تذبح ايه؟ عجل او خروف، يعني زي ما تحبي. اطلع بره بره. هو في ايه يا مندو؟ هو انا جرحت احساسها في حاجه؟ لا ما تاخدش في بالك، اتكل على الله انت دلوقتي قبل ما هي تجرحك. بس انا كنت عايز عم عبد الواحد في كلمتين. بعدين يا كني، دول كلمتين على الواقف. خليه يطلع بره يا مندو. يا عم امشي بدل ما تشقك بسكينه. ده بيت محمود عبد الواحد المعروف بمندو. انا مندو. انت مطلوب في المديريه يا مندو. الحقني يا بابا. خير يا عصام بيه؟ مبروك يا مندو، احنا لقينا التاكسي بتاعك. بالسرعه دي؟ مش قلت لك يا مندو عصام ده ظابط مباحث داهيه. انا متشكر جدا جدا يا عصام بيه. لا 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 لا، بتشكرني على ايه؟ انت خلاص بقيت واحد مننا. ما هو ده اللي قلقني. شوف يا مندو، انت لازم تحمد ربنا كويس قوي ان التاكسي اصلا رجع. الف حمد وشكر يا رب. اي نعم طبعا هو متخرشم والاربع فرد كاوتش اتسرقوا، بس مش مشكله، انت صلحه بمعرفتك وهات الفاتوره واديها الراشة وهي اللي هتحاسب. يا سلام، وانت ما تحاسبش ليه؟ خلاص يا عصام، حاسب انت. وانا مالي؟ مش انت اللي عامله لي وليد ورندا في الفضاء؟ اتفضلي يا هانم بقى ادفعي فاتوره مغامراتك. بس انت خطيبي وحبيبي ولازم تحاسب على فواتيري. خلاص ماشي امورك يا عصام لحد ما تتجوزوا، وبعد كده بديها بالشبشب على بوزها. لا انا كبيري معاك، احاسب لك على فاتوره سندوتشين فراخ كرانشي وواحد بطاطس. بس انا كنت عايز سلطه. مش هو راجل يا مندو؟ وانا اعرف منين يا رشا؟ ده انت امرك غريب قوي. والله دلوقتي بقيت راجل؟ امال فين المساواه يا هانم؟ ولا احنا هنمشيها سطر وسطر؟ بقول لكم ايه، انتوا شكلكم كده عيال زباله وهتقعدوا تحدفوني لبعض. خلاص انا اللي هشيل الفاتوره. طب وانت ذنبك ايه؟ صحيح، انت ذنبك ايه؟ ذنبي اني بقيت واحد منكم. بتقرقضي في ضافرك ليه يا زين؟ قلقانه يا عم عبد الواحد، الوقت بيمر وانا مش عارفه اهلي بيفكروا في ايه دلوقتي. الله يكون في عونهم. ده مندو لما بيغيب عني ساعة واحدة بس الدنيا بتتحط وتتشال قدامي، فما بالك انت سايباهم ورايحة كوكب تاني. هو الكوكب بتاعكوا ده بعيد عن هنا؟ بعيد قوي. تعرف يا زين، انت بتفكريني بالواد مندو. ازاي يعني؟ طلعت في دماغه فجأة ان يدي ظهره لكار النحاس، كار ابوه وكار جده، وقرر يشتغل في السياحة، وفي الاخر ريست على تاكسي بالقسط. طب يعني وانا ايه علاقتي بالموضوع ده؟ ما هو انت تلاقيكي نشفت دماغك علشان تيجي مصر وتعرفي سر الهرم، واكيد اهلك ما كانوش موافقين على الكلام ده. يا عم عبد الواحد احنا ما عندناش حد بينشف دماغه، مفيش حد اصلا بيختار حاجه، الاداره العامه هي اللي كلفتني بالمهمه دي. يعني ايه ما حدش بيختار حاجه؟ كلكم ماشيين كده زي الغنم في القطيع. ايوه الكلام ده حصل بعد الثوره. انتوا كمان عندكم ثوره؟ من حوالي 100 سنه، بس بعد ما شفنا الحروب والدمار اللي في كوكب الارض قررنا نلغي حريه الاختيار. بس دي نعمة ربنا علينا يا بنتي، عشان يفرقنا عن باقي الكائنات، ادانا حرية الاختيار وشاور لنا على طريق الخير وطريق الشر، وكل واحد ودماغه بقى. ما هو للأسف يا عم عبد الواحد الإنسان ما يعرفش قيمة النعمة دي، عشان كده احنا لغينا المشاعر والحب خالص، لأن الحب دايما قصاده كره. ودي ايه العيشة المرار دي؟ مندو بيتصل، اللهم اجعله خير.
ايوه يا بابا. طمني يا ابني، كانوا عايزينك ايه؟ اطمن يا بابا، دول كانوا عايزين استلم التاكس. طب الحمد لله. امال هي فين زين؟ قاعده جنبي بالبيجامه المقلمه. بقول لك يا مندو، بما اني صرفت النظر عن عطيات، ايه رايك افقس مع زين وهي فرصه نحسن النسل؟ انت كده هتفكس يا بابا، عيب عليك، احترم نفسك. يا واد بهزر بقى. لا تصدق يا واد، زين دي زي بنتي اللي انا ما خلفتهاش، صدقني انا قلبي اتفتح لها قوي يا مندو. وانا كمان يا بابا، ما تيجي نخطفها؟ يا ريت يا ابني كان ينفع. طب خليها تقلع البيجامه المقلمه وتيجي المديريه بسرعه. وهتيجي المديريه ازاي؟ خلي كان يوصلها. يلا سلام. يا رشا، انت بتصنطي عليا؟ لا بس انا كنت عايزه اعرف بس زين جايه ولا اروح. هي جايه، بس لو انت عايزه تروحي اتفضلي، ما تعطليش نفسك. لا انا عايزه اسلم عليها، اصلها دخلت قلبي كده لله في لله، وانا خلاص اعتبرتها واحده مننا. لا ارجوكي، كفايه انا. ومن الغورية الكوكب زين، دق نحس الجد وبخور. ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حضور. زين بنت خالتي عصام بيه. يا عصام بيه، هو مات ولا ايه؟ في ايه يا عصام؟ مالك؟ لا ابدا. انا إيه؟ انت متأكد انها بنت خالتك؟ ايوه، ليه؟ في حاجه؟ اصلها حلوة قوي. جرى يا عصام؟ اتفضلي استريحي يا انسه زين. شكرا. انا عايزك بقى تحكي لي كل حاجة بالتفصيل، لان التفاصيل هي المفاتيح اللي هتخلينا نوصل للقاتل. الجدع ده عبيط ولا ايه؟ يا عصام بيه، احنا كنا جايين لسيادتك في سرقه سلسله، مش في جريمه قتل. تعرفني شغلي ولا ايه؟ اتفضلي يا انسه زين، انا عايز اسمعك. انا كنت نازله من الهرم. هرم خوفو ولا خفرع ولا منقرع؟ خوفو. وبعدين فجاه قرب مني توك توك. انا اصلا مش فاهمه يعني ايه توك توك يدخل منطقه الاهرامات. وبعدين يا رشا، في ايه؟ اشوف شغلي بقى ولا ايه؟ سيبيني اركز. اتفضلي يا انسه زين. الولد اللي سايق التوك توك خطف مني السلسله. والسلسله دي كانت فين بالظبط؟ ايه ده؟ يعني هتكون فين؟ يعني في رقبتي طبعا. هو انت متاكد ان الراجل ده ظابط؟ احتمال ضعيف. عموما ما تقلقيش، الواد ده انا هجيبه حتى لو كان في بطن امه. بس هو كبير في السن شويه، ايه اللي هيدخله بطن امه؟ بتحب تهزر، بتحب تدخل في بطن واد كبير وبطن امه. يا ريت عصام بيه تهتم بالموضوع ده. ما يعني هي بتحب تهزر. ما تقلقش يا مندو، عصام ده ظابط داهيه. ما انت قلتي لي الحكايه دي قبل كده. انت ما تتصورش يا عصام باشا السلسله دي مهمه بالنسبه لي قد ايه. ما تقلقيش يا هانم، السلسله دي هتكون في رقبتك في خلال 24 ساعه. حطي في بطنك بطيخه صيفي. بس انا ما بحبش البطيخ، في كانتالوب. يعني انت شايفاه جايب البطيخ وبشقها؟ طب يا عصام بيه، نستأذن احنا بقى عشان نلحق نشوف ورانا ايه. لا تستأذنوا ده ايه؟ مش لما نقفل المحضر. الباسبور يا انسه زين. بس انا ما عنديش باسبور. ايه ده؟ يعني ايه ما عندكيش باسبور؟ يعني جيتي من السودان لحد هنا راكبه جمل؟ لا هي قصدها ان ما عندهاش باسبور في اللحظه دي يعني، لكن الباسبور متلقح في البيت في الدرج الاولاني في الكومودين وسعادتك. خلاص بقى يا عصام، ما تحبكهاش. طب خلاص اتفضلوا انتوا. زين. ايوه. مع السلامه يا زين. ترديش عليه. اهلا يا ست عطيات. اهلا يا غزال، منورين. بنورك يا عم عبد واحد. احنا قلنا نيجي نسأل عليك طالما ان انت ما بتسألش. ما انا سايبك براحتك بقى تدوري على بق المرحوم. شكلك كده شايل مني ومعبي يا عبده. انا مقموص عطيات، انت جرحت مشاعري وكسرت قلبي، كل ده عشان صورة المرحوم وقعت. امال لو كان هو اللي وقع كنت عملت فيا ايه؟ بصراحة ليك حق يا عم عبد واحد. وليلة يا غزال. يعني يرضيك المرحوم يبات في تربته وهو زعلان مني؟ وايه بس اللي هيزعله؟ ده ابويا اخر حاجة وصى عم عبد واحد عليكي، ده حتى ما جابش سيرتي. عموما انا عملت اللي عليا، استنيته في الحلم كتير وما جاش. الدنيا مشاغل، محدش عارف ظروفه ايه. خلاص بقى يا عم عبد واحد، صفي يا لبن. حليب عشت. قومي يا عطيات بوسي على راسه. حاضر. لا ما يصحش، ولا اقولك تعالي. انا مش مستريح يا رشا. ليه يا عصام؟ انت مصدقه ان البنت اللي اسمها زين دي تبقى بنت خالة مندو؟ بصراحة لا، خصوصا بقى انها قالت لي انها من السودان والبنت بيضة قشطة. ماشي سيبك من انها بيضة وحلوة وزي القمر، لكن الاهم بقى اللكنة بتاعتها ملهاش علاقة بالسودان خالص. والله العظيم تصدق انت صح، انا ما خدتش بالي من الموضوع ده خالص. ما هو ده بقى الفرق اللي بيني وبينك. يمكن يعني تكون صاحبته وهو مكسوف يقول. يا مكسوف ايه؟ واللي صاحب واحدة زي القمر زي كده يتكسف؟ جرى ايه يا عصام؟
انت مالك يا اخي مش على بعضك كده من ساعه ما شفتها؟ ايه في ايه؟ ما انا اهو، ما انا على بعض اهو، في ايه؟ طب خلاص، المهم ان انت تجيب لها السلسله باي شكل عشان خاطر مندو بس، وبعدين ما تنساش ان هو انقذ حياتي. ما دي حاجه لا يمكن اسامحه عليها ابدا. بتقول حاجه يا حبيبي؟ ها؟ إيه لا، ده انا بقول لك تشربي حاجه. لا انا جعانه. تفتكر الراجل ده هيعرف يجيب السلسله؟ ما انت شفتي جاب التاكسي بسرعه ازاي؟ عصام بيه ده ظابط داهيه. انا اسفه يا مندو قوي، لخبطت لك حياتك. يعني انت شايفاها معدوله قوي؟ حتى البنت اللي حسيت بيها طلعت من كوكب تاني. ايه ده؟ انت تعرف بنت من كوكب تاني؟ اقعدي ساكته، اقعدي ساكته يا زين، بدل ما اخبطك بالمفك ده في ودانك. مندو، هو انت ليه قفلت ورشه النحاس؟ ما بقاش يجيب همه. اصل انت مش عارفه، اصل ده اعلى النحاس اليومين دول بقى عامل زي اللي بيقدم في مالطه كده، الزبون انقرض من زمان. بس ده فن، والفن عمره ما ينقرض. انت عارف انا اتعلمت لغتكم دي ازاي؟ اوعي تقولي من الافلام. طبعا، ده انا شفت كميه افلام فظيعه. بس واضح انك ركزتي على الافلام الهابطه. التاكسي بقى فابريكا يا شقيق. انت لحقت يا قني، دي العربيه ما كانتش فيها حته سليمه. عشان تعرف ان انا سابق عصري. تسلم ايدك يا عم الاسطوات. بقول لك ايه يا انسه زين، ما تشوفي لي عقد عمل في السودان. وهتعمل ايه هناك؟ السودان اصلا ما فيهاش عربيات. امال بيركبوا ايه؟ تلفريك. الله، ده عصام بيه. عصام بيه، عصام بيه. تفتكر لقى السلسله؟ ده عفريت ويعملها. الو، ايوه يا عصام بيه. زين فين؟ موجوده. هاتها وتعالى بسرعه. سلام. مش قلت لك عفريت؟ شوفي يا انسه زين، انت جايه لي من طرف واحد عزيز عليا قوي. مين ده يا باشا؟ انت. هيكون مين يعني؟ كتر خيرك يا باشا والله. عشان كده بقى انا عملت لك تشكيله هتعجبك قوي. تشكيله ايه؟ اكيد تشكيل الجزم. يلا يا ستي، مبروك اتكسيتي. يا عسكري، أمام سيادتك. هات العيال اللي عندك دول. ها، ايه رايك بقى؟ جبتلك ازبل سواقين توك توك في منطقه الاهرامات. يعني واحد من دول هو اللي سرق السلسله؟ ايوه، عشان كده انا عايزك تركزي كويس قوي عشان ما نظلمش حد، عشان اللي هتشاوري عليه للاسف الشديد امه داعيه عليه. ايوه يا زين، مش عايزين نظلم حد. اللي هتشاوري عليه هيتعلق في العروسه. لا انا ما عنديش وقت للعروسه، اللي هتشاور عليه هيتنفخ. انت نمتي ولا ايه يا زين؟ ما يلا. ما انا بصراحه مش فاكره وش السافل اللي سرق السلسله. مش مهم يا ستي وشه، اي حاجه ان شاء الله كعب رجليه. افتكرت اللي سرق السلسله كان في حرق في ايده. أنا هعترف بكل حاجة يا باشا. مين؟ حماده الشبح. نورت بيتك يا حماده. الله يرحمك يا حماده. هو مندو اتاخر كده ليه؟ صحيح يا عبدو، هو مندو متعود يسهر بره مع بنت خالته؟ اصل البنت كلها كام يوم وهتمشي، فتلاقيهم بيشتروا شويه سفونير لشوقيه. هي كانت جايه في ايه وماشيه في ايه؟ هي لحقت تقعد؟ ما تسيبيها تغور في داهيه يا يما. انا قصدي يعني ما لحقتش تخلص ميراثها. ميراث ايه يا عطيات؟ حقها في بيت الحمزاوي. وانت ايه اللي فكرك بالموضوع ده؟ ده انا نفسي نسيت ان عندي بيت في الحمزاوي. حد ينسى ملكه يا عبدو؟ وافتكر ليه؟ ده انا كل اللي بتحصل عليه 35 جنيه في الشهر، ده غير قرف السكان. ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. تلاقي خالة مندو فاكرة ان الموضوع يا ما هنا ويا ما هناك. ايوه، وبعت المحروسه بنتها عشان تقلبك في قرشين. انا ما اعرفش حاجه عن شوقيه من 30 سنه، ولا اعرف حتى اذا كان عندها ولد ولا بنت. امال مين البت دي يا عم ابو وحي؟ انتوا جايين تحققوا معايا. عايزين نطمن عليك يا عبدو. الله، زين بنت شوقية وجاية تتعرف علينا، وإن شاء الله لما تلاقي السلسلة هتاخد بعضها وتروح لحالها. خلاص اطمنتوا؟ هي مين فيكم بقى اللي هتديني الحقنة؟ افتحوا الباب، البيت كله محاصر. هو محاصر البيت ليه؟ وايه العساكر دي كلها؟ مش عارف، ده احنا كل حكايه جايين نقبض على سلسله. امال لو كانت غويشه كان عمل فينا ايه؟ خير يا باشا. اوعى من وشي، انت عندك بنت هنا اسمها ريهام؟ ايوه يا باشا، هي بنتي عملت حاجه لا سمح الله. ايه انت هتحققي معايا ولا ايه؟ هاتيها بسرعه. بس هي ما تقدرش تقوم. ليه ان شاء الله؟ البرنسيسه مش فاضيه بتشيط على الفيسبوك؟ لا والله يا باشا، دي ما عملتش حاجه والله في البوك دوت. انت هتندهيها ولا ابعت المخبرين يجيبوها من قفاها؟ اخلص يا ام ريهام، عصام باشا خلقه ضيق.
اتفضل حضرتك، اهي قاعدة اهي على السرير بقالها يومين على الحال دي، لا بتنطق ولا بتتحرك. ايه انت يا بت؟ ايه ده؟ دي ما بتردش عليا يا مندو. استهدى بالله بس يا عصام بيه. ريهام انطق يا ريهام، عصام بيه ممكن يفجر البيت صدقيني. لو سمحت انا عايزه اتكلم معاها لوحدي. لا دي مسؤولية انا ما اقدرش اتحملها. انا هدخل معاها. ومن الغورية الكوكب زين، لا نحس الجدو بخور، ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حضور. ها يا زين شايفة ايه؟ البنت دي اتعرضت لصدمه عصبيه. احنا مش جايين نعالجها، اسأليها السلسلة فين خلينا نخلص. طب ما تسكت بقى، خليني اعمل الشويه بتوعي. اهو ده اللي باخده منك، كل ما تزنقي تمسكي راس الزبون. اسكت بقى. هو انت بتقري افكارها؟ لا بحاول افوقها. كنياتك ضعيفة. انا اعرف كائنة فضائية والله بتمشي على السقف. ايه ده؟ الحمد لله فاقت. عادي، ما انا كان ممكن الطشها بالقلم تفوق في ساعتها. هو انا فين؟ ما تبصي حواليكي كده يا شاب، حكوني فين يعني؟ انت في بيتك. ايه ده؟ هو انتوا مين؟ انتوا عايزين مني ايه؟ احنا عايزين السلسله. الله يخرب بيت السلسلة واليوم اللي اخدت فيه السلسلة. ماشي يا ستي، السلسلة وحشة وبنت جزمة، ممكن ناخدها بقى. والله السلسلة مش معايا. اتعصبتي؟ مش حمادة الشبح حبيب القلب اداها لك هدية؟ هدية ايه؟ ده الواطي واخد فيها 50 جنيه. المهم هي فين؟ خدوها مني والله. انت هتنقطينا بالكلام؟ ما تقولي الحوار على بعضه. تعالوا كده افرشي لها الملاية. انا بعد ما خلصت خدمة عند الناس اللي بشتغل عندهم في المهندسين اخدت بعضي عشان اروح، اصل الدنيا كانت كده قربت تعتب، وفي السكة طلع لي 2 فجأة. ده احنا بقى هنخش في قصة تحرش واغتصاب ومش هنخلص. استنى يا مندو استنى، الاتنين دول نوعهم ايه يا حبيبتي؟ هما بني ادمين بس شكلهم غريب شوية. شكلهم غريب ازاي يعني؟ كارفين على ضفادع مثلا؟ وشهم زي ما يكون كده هو الجبس، وعينيهم بتدي على بنفسجي. ايه؟ اهلا، دول قرايبك يا امورة. وقالوا لك ايه؟ هما ما فتحوش بقهم بس انا سمعتهم. هنخرف بقى. وتربة النعمة هو ده اللي حصل. وايه اللي سمعتيه منهم؟ انطقي. عايزين السلسلة. شاورت بطرف عيني على صدري، واحد فيهم مد ايده سحبها وحط ايده على راسي. ما حسيتش بالدنيا غير لما فوقتوني دلوقتي. ها اطمنتي؟ اهي السلسلة رجعت لاهلك. وانا ضعت يا مندو. انا متضايق قوي يا رشا. ليه يا حبيبي؟ اول مرة افشل في مهمة. ما تكبرش الموضوع بقى يا عصام، دي حته السلسله لا راحت ولا جت، وبعدين هي قالت لك السلسله راحت لناس مش هتقدر تجيبها منهم. لعلمك انا لو عايز اجيبها هجيبها، بس مندو يعني قال لي ان اللي خدوها ناس قرايبها في السودان، وانا بيني وبينك مش عايز مشاكل. واحنا برضو مش عايزين نعمل مشاكل مع السودان يا عم، دي بلد شقيق. بس برضو انا السبب، كان لازم الاقي السلسلة قبل ما تقع في ايديهم. عايز تريح ضميرك؟ يا ريت يا راشا يا ريت. ايدك على 3-4 آلاف جنيه. انا كده ممكن اريح ضميري واخلص عليك اموتك. اسمعني بس يا اخي، انت هتديني الفلوس، هروح اشتري لها سلسله دهب شيك فظيعه تجنن، وبكده يبقى علمنا عليها، وانت يا باشا ريحت ضميرك. حلوة فكرة حلوة برضو، بس ليه يعني انا اللي اشيل الليلة لوحدي؟ هو انا اللي فشلت ولا انت؟ طب يعني بما ان البنت زي الولد وما هياش كمالة عدد، ما نمشيها 50-50 يا راشا، يعني انت النص وانا النص. طب ايه رأيك بقى، انت هتدفع تمن السلسلة وفوقيها تمن خاتم ليا. قلت ايه يا كابتن عصام؟ قومي يا راشا. ايه الغدا؟ قومي انا هلغي الاوردر. لا استنى بس هقولك على حاجة، اصل انا جعانة. اتغدي في بيتكم يا حبيبتي. جرسون تعالى خد البنت دي وشيلها من قدامي خالص. مندو ايه في ايه؟ انا خايفه قوي يا مندو. طب الحمد لله. اصحى بقى يا مندو. مش معقول بقى يا زين، والله حرام عليك كده، انا من ساعه ما شفت وشك ما نمتش نص ساعه على بعضها. طيب ممكن تيجي تنام معايا في الاوضه؟ امشي يا غالة الادب يا سفله. وفيها ايه بس يا مندو؟ عشان اللي بتقوليه ده نوع من انواع الانحلال وعدم الرقي. طب بلاش الاوضه، تعالى ننام في المطبخ. وهو اللي يحصل في الاوضه يحصل في المطبخ؟ يا نهار اسود ومنيل. روح يا زين، روحي اتخمدي يا زين، ما تطيريش النوم من عيني. يا مندو انا خايفه، انت ايه ما بتفهمش؟ طيب مش ممكن نأجل موضوع الخوف ده للصبح، واوعدك اول ما نصحى هنخاف سوا. ما تصحى بقى يا مندو، ما تبقاش بارد. طب ممكن اعرف انت خايفه من ايه؟ يعني مش عارف، انا خلاص اتحشرت في الكوكب بتاعكم. ما هو اهلك برضو اغبياء، ازاي ياخدوا السلسله ويمشوا؟ امال كنت عايزهم يعملوا ايه؟ يسيبوها مع البنت. الله، واحنا كنا هناخدها منها عادي. تصدق ان كلامك صح.
عماله بس تقولي لي ان انتوا اذكياء وسابقنا ب 10000 سنه. يا بنتي ده احنا دماغنا متكلفه، ده كفايه الواد قني. طب ممكن بقى يا ابو دماغ متكلفه تشوف لي طريقه اوصل بيها لاهلي موجودين في مصر؟ لا ده موضوع كبير مش سهل كده، ده محتاج كوبايه شاي بالنعناع وافخد في البلكونه ودلدل رجلي من على الترابزين وانا ببحلق في السماء. طب قوم فخد ودلدل رجلك في البلكونه وانا هعمل لك الشاي. انت عيل رخم قوي. سامعك يا منحله. يا كني انت يا زفت يا نيلة، امورينا يا ست الكل. اقفل الدوشه دي مش عارفه انام. ويعني اللي ناموا عملوا ايه؟ احدفي لي باكو شاي لحسن اخوك مصدع. اتخمد يا كني بدل ما انزل اطربق الورشه فوق دماغك. حاضر حكم الاول. اتفضلوا يا رجاله. سلام عليكم. طب ردوا السلام. طيب ايه اللي انا شايفه ده؟ وانا مسطول ولا بيتهيألي؟ العيال دي عينيها عامله كده ليه؟ انتوا بتبصوا لي ليه؟ الحقني يا مندو. واحلى كوبايه شاي بالنعناع. الهي تسلم ايدك. دماغك المتكلفه وصلت لحاجه؟ لسه. انت فاكره الموضوع بالسهل كده؟ تلقحي جنبي هنا وبص للنجوم، ويا ريت تبطلي زن عشان اعرف افكر كويس. تصدق يا مندو دي اول مره في حياتي ابص للنجوم. ليه؟ ما عندكمش نجوم في كوكب الغبره بتاعكم؟ لا عندنا طبعا. الله، طب قمتي ليه؟ انت مش سامع حاجه؟ لا. قني بيستنجد بيك. انت متاكده؟ ايوه عمال يقول الحقني يا مندو الحقني يا مندو. لا يكون حد بيقتله. راح فين؟ هنزل له. استنى جاي معاك. افتح يا كني. يا عم روح لحالك، انا راجل غلبان. انت لو نفضتني مش هتلاقي معايا 10 جنيه مجمده. ما تفتح يا زفت، هو انت هتقرفنا؟ هتخن صوتك، هترفع صوتك، والله لو عملت ايه برضه مش هفتح. انا مندو يا كني. طب اديني اماره. اماره؟ باماره انك جزمه. مندو حابس نفسك ليه في الورشه كده وعملت نازع؟ اخوك كان هيضيع يا مندو. طب اهدى بس وقول لنا ايه اللي حصل. مين الاخ ده يا مندو؟ دي زين يالا. ولابسه البيجامه بتاعتك ليه؟ اخلص يا كني وقول ايه اللي حصل. انا كنت واقف على باب الورشه لا بيا ولا عليا. انت هتحكي لنا حدوته؟ انجز، عايز ادخل الحمام. ما انا هجيلك في الكلام اهو. وانا واقف لا بيا ولا عليا لقيت 2 معديين، فعملت فيها الواد الرجوله وقلت لهم اتفضلوا يا رجاله. التفتوا وبصوا لي، ويا ريتهم ما بصوا لي. ايه اللي حصل؟ ثبتوك بمطوه؟ المطوه امرها سهل، تشك الدبوس وهتروح لحالها. امال عملوا فيك ايه ياض؟ عينيهم يا مندو تقولش ازاز. الاثنين دول شكلهم عامل ازاي؟ انت متاكده انك زين؟ انت هتبدأ ولا شقه؟ بالراحه عليه يا زين عشان بس ما تهربش منه. ركز كده يا كني وقول ايه اللي انت شفته بالظبط. هم شباب في سننا، بس شكلهم من العيال اللي بتروح الجيم وبتربي عضلات. عيال سيس يعني. لو كانوا سيس كنت اشتغلتهم، لكن القطعيه دي ما وردتش عليا قبل كده. وشهم غريب قوي يا مندو، تقولش بلاستيك. قرايبك وصلوا يا زين. يظهر كده. وبعد ما بصوا لك وبصيت لهم ايه اللي حصل؟ فضلوا واقفين متسمرين، وانا قعدت اصرخ وبتاع، وهم يبصوا لي واصرخ يا عم اخلص انا هعمل على روحي. وبعد ما صرخت وهم قعدوا يبصوا لك حصل ايه؟ فجأة يا عمنا عينيهم قلبت بنفسجي. قلت ما بدهاش بقى. لا رحت عامل مرشدين وحبست نفسي في الورشه. وهم راحوا فين انت؟ معرفش. فعلا انت بني ادم مالكش 30 لازمه. طب انت زعلانه ليه؟ هي العفاريت دي تخصك في حاجه؟ ما هي زين اصلا عفريته. هي عفريته ولا مروحه ولا بنت خالتك؟ يلا بينا يا مندو يلا. طب ممكن بس افك البيبي؟ بعدين يا مندو. بسرعه يا مندو بسرعه. حاضر. ولا اقول لك سوق بالراحه. هديكي بالقلم على وشك. اسوق بسرعه ولا اسوق بالراحه؟ انا عايزه الحقهم قبل ما يبعدوا. يا ستي طالما رجليهم جت في المنطقه خلاص هنعرف نجيبهم. لو ما كانش النهارده يبقى بكره. بكره ايه يا مندو؟ انت عايزهم يباتوا في الشارع؟ لا طبعا ما يصحش. يجوا يباتوا عندي ويلبسوا بيجامتي ويتلقحوا على سريري وينشفوا في فوطي. ما خلاص انا فاتحها تكيه للكوكب بتاعكم. شوف يا مندو اخرسي. وانا لسه قلت حاجه؟ اخرسي عموما. اخرس ليه؟ عشان احنا داخلين على لجنه. واحنا فاضيين للعبط ده بقى؟ الله ابقولي بقى الكلام ده للظابط عشان يلعب في عينيك البخت. طب يا ريت تقول. اكتمي خالص.
مساء الخير يا باشا. رخصة؟ للاسف يا باشا الرخص مش موجوده. يعني ايه مش موجود؟ احنا اصل احنا كنا مستعجلين قوي فما لحقتش اسلت الرخص الحقيقه معايا، معلش. وايه بقى اللي خلاكم مستعجلين قوي لدرجه انكم تنزلوا بالبيجامات من غير رخص؟ هفهمك انا يا ريس، اصل حضرتك قرايبي جم من السفر واحنا بندور عليه. انا مش قلت لك تخلصي خالص؟ هفهمك يا ريس، اصل حضرتك قرايبي جم من السفر واحنا بندور عليهم. طب اركن على جنب علشان ندور عليهم سوا. يا باشا مش عايزين نتعبك معانا. اركن يالا. على فكره بقى يا باشا، انا بنت خالة مندو. تصدقي اتخض لما قلت له كده؟ علمت عليه صح؟ طبعا. طب هو عايزنا نركن ليه؟ في الغالب كده هيسحبونا على الاسم ويعلموا علينا. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين لفت لفة وتاني يا حضرة العسكري، يا سيادة الصول، يا باش مهندس، يا اخوانا ما يصحش كده، هعمل ببيع على روحي. انا قلقانه قوي على قرايبي، تفتكر هيباتوا في الشارع؟ ما يباتوا في الشارع ولا يولعوا بجاز؟ يعني انت شايفانا بايتين في الفور سيزون؟ ما احنا خلاص اهو متلقحين في الاسم من امبارح. هم هيدخلونا الاوضه الضلمه دي ويعلقونا من رجلينا؟ يا ريت تيجي على كده وبس. ليه؟ هم ممكن يعملوا ايه تاني؟ شوفي يا زين، احنا وضعنا محرج جدا، كل الشكوك بتقول ان احنا ارهابيين. بصي على نفسك وعليا، بيجامات كاستور، شباشب زنوبه، شعرنا منكوش، تاكسي من غير رخص. يعني كبيرهم هيعملوا ايه يعني؟ هم هيبتدوا تقريبا بشد الضوافر. لا، جو جميل ابو حريت ده ما يمشيش معايا، ده انا طربقها فوق دماغ اللي خلفوهم. اهو ده اللي انا باخده منك، بق على الفاضي. نفسي مره تديني اماره انك كائن فضائي. يعني عايز نعمل لك ايه يعني؟ تفك الكلبشات اللي في ايدينا، تعملي خرم في الاسم نطلع من نعدي من الحيطه، اي حاجه كده صدق انك كائن فضائي. ليه يا مندو؟ هو انت مش شفت لما عينيا قلبت بنفسجي؟ يا ستي ما انا ممكن اركب عدسات حمراء واوديك العين الحمراء. يا عسكري. ايوه يا باشا. فايش العيال دي. تمام يا باشا. انت يا واد يا كني، ايه الزيت اللي كنت عاملها امبارح دي؟ اسكت والنبي يا غزال، دي كانت ليله ما يعلم بها الا ربنا. ليه؟ هو انت غيرت الصنف؟ انا طلع لي عفريت امبارح يا غزال. انت اتهبلت يا كني، عفاريت ايه اللي هتطلع لك؟ دي حتى هتعرف تطلع لك. لو مش مصدقاني اسالي مندو، ده لو رجع اصلا. رجع منين يا واد؟ ما انا لما استنجدت بيه راح وراهم وما رجعش لحد دلوقتي. يا لهوي، ضيعت الواد اللي حلت يا قني، منك لله، اشوف فيك يوم يا بعيد. مندو عايزه ايه من زفت؟ هم فيشونا عشان يشدوا ضوافرنا؟ لا، عشان يحط لنا منوكير. بقول لك ايه، انت لازم تتصرف يا مندو، يرضيك يعني انا امشي من غير ضوافر؟ مفيش غير عصام بيه اللي ممكن ينقذنا، بس اتصل بيه ازاي؟ طب سيب لي بقى انا الطلعه دي. يا عسكري يا عسكري يا قمر. بتكلمين ايه؟ هو في قمر غيرك انت يا قمر؟ ممكن الموبايل بتاعك لو سمحت؟ وعايزاه في ايه؟ ماما زمانها قلقانه عليا قوي، وانت عارف قلق الام. طب بسرعه بسرعه قبل الباشا ما يخرج. تسلم ايدك يا سبع البرومبا. بذمتك السلعوه ده سبع البرومبا؟ انت انسانه منافقه. اتصل بقى وخلصنا. هي نمره امك كام؟ امي ايه يا مندو؟ اتصل بعصام. صحيح. الو عصام بيه، انا مندو. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ معقوله يا مندو؟ وانا اللي اديتك ثقتي واعتبرتك واحد مننا؟ يا باشا انت خليت فيها باشا. وانت يا زين ايه؟ نسيتي انك بتمثلي بلدك السودان الشقيق؟ يا عصام بيه، قرايبي اللي خدوا السلسله ظهروا واحنا بندور عليهم. ايوه، وركبنا التاكسي بسرعه ونسينا الرخصه. انا كل ده لا يعنيني. اما بس ايه اللي يعني حضرتك؟ البيجامات المقلمه اللي انتوا لابسينها دي، النوع ده من البيجامات اتلغى من زمان يا مندو. البيجامات دي من ريحه المرحومه جدتي، وانت عارف ابويا بيحبها قد ايه. انا عايش في جحيم يا عصام بيه، البيت كله بيجامات مقلمه. عموما انتوا هتخرجوا من هنا بضمانتي الشخصيه. يعني خلاص مش هيشدوا ضوافرنا؟ بتقول ايه دي؟ ما تاخدش في بالك يا باشا، ما تاخدش في بالك. يلا بينا يا زين. استنوا. خير يا عصام بيه؟ يكون في معلومك انتوا الاتنين اتفيشتوا، ولو طلع حد فيكم عنده سابقه انا ما اعرفكمش. اصيل يا باشا. طمني يا عبدو، اخبار مندو ايه؟ الحمد لله رجع بالسلامه. امال هو فين؟ دخل نام هو زين. انت سامعه اللي انا سامعاه يما؟ في ايه يا غزال مالك؟ بيقولك دخل نام هو وزين. يا بنت بلاش غباوه على الصبح، كل واحد فيهم نام في اوضه. معلش يا عم عبد واحد، انت في مقام ابويا الله يرحمه، وكلها يومين وتكون جوز امي، لكن ده ما يمنعش ان اطمن بنفسي يعني. رايحه فين
فين يا غزال؟ سيبيها تطمن يا عطيات. يا ساتر، بنتك دي عامله زي الدمل. منه لله الحب. البت واقعه على شوشتها يا عبدو. إلهي تتكفي ما تقوم. الحقيني ياما. في ايه تاني؟ البت حلوه قوي، لحق مندو يديني الطرشه. ان جيتي للحق هو مديك الطرشه من قبل ما يشوف زين. صباح الخير. يا صباح النور على البنور. هما مين دول يا عم عبد الواحد؟ دول رايه وسكينه حبيبه عمك. مساء الخير يا حسام بيه. تعالى يا شريف اتفضل. دلوقتي احنا كشفت على الواد والبت اللي اتمسكوا امبارح في اللجنه. مندو زين. الواد صفحته نظيفه مفيش مشاكل، بس البت يعني ايه مالها؟ اوعى تقول لي ان عندها سوابق. يا ريت دي ما عندهاش بصمات من اصله. ما انا نسيت اقول لك، زين اصلا مش مصريه. امال جنسيتها ايه؟ سودانيه. وتفتكر السودانيين ما لهمش بصمات؟ بصراحه يا شريف انا مش دايس قوي في السودانيين. طب انت متاكد اصلا انها سودانيه؟ طبعا، زين دي بنت خالة مندو اللي عايشه في السودان. وانت مالي ايدك من مندو ده؟ عيب يا شريف، مندو ده واحد مننا. ياه ده انا جعان نوم يا بابا. اتفضل الشاي يا ابني. تسلم ايدك يا اجدع بابا عبد الواحد في الدنيا. انا عايزك بعد ما تاكل لقمه تنزل تلفلك لفتين بالتاكسي، يمكن تعثر على قرايب زين. خلينا نخلص من القصه دي بقى. انت زهقت منها ولا ايه؟ انا لو عليا عايزها تعيش معانا العمر كله، بس البت قلقانه وعاوزه ترجع لاهلها يا مندو، وانت مش هينفع تعطل نفسك اكتر من كده يا حبيبي. عندك حق، ساعة ما شفتها ما دخلش جيبي مليم احمر، حتى رشا مشوارها الهباب غرمني الجلد والسقط. قدر الله ما شاء فعل يا ابني. انا هصحي زين عشان نلحق ننزل. زين صحت من بدري يا اخوي. امال هي فين؟ نزلت مع عطيات وغزال. وازاي تسيبها تنزل معاهم؟ ده غزال دي ممكن تاكلها. ياما ما تقومي تعملي لنا كوبايتين شاي. جرابت، ما كوبايه الشاي لسه سخنه في ايدك اهي. ما انت عارفه بقى انا كيفه شاي. لا انت عاوزه تزحلقيني. ايوه انا عايزه اقعد مع زين، احنا بنات زي بعض وعايزين نتفك بكلمتين. طب اتفكي يا اختي براحتك، اتفكيتي ما اتربطتي. عن اذنك يا زين. اتفضلي حضرتك. شايفه اولاد الناس؟ مش انتي عماله تجعري ليل ونهار؟ ماشي ياما ربنا يسامحك. المفروض تقولي لها خليكي في كوزك لما نعوزك يا حبيبتي. يخرب عليك يا زين، طب ما انت بنت بلد اهو. لا ده انا حافظه حاجات قذره كتير. دمك خفيف زي ابن خالتك، يا خوفي لا يكون بيحبك. انت ايه رايك في مندو يا زين؟ بصي يا غزال، مندو انسان طيب قوي وشهم ومصري واصيل، بس عشان اريحك يعني من الاخر ما ينفعش ارتبط بيه خالص. طب الحمد لله، بس ليه؟ عشان احنا يا بنتي عندنا عادات وتقاليد مختلفه عنكم كتير. انا هتجوز مين من قبل ما اتولد؟ هي مش الحاجات دي خلصت من زمان؟ ولا انت عايشه في حته متطرفه في السودان ولا ايه نظامك انت؟ سيبك مني، هو انت في حاجه في حياتك بتعمليها غير ان انت بتحبي مندو؟ ايوه بتخانق مع السكان، مطلعين عيني، بيدفعوا الايجار بطلوع الروح، ده غير عيالهم بقى طول النهار اجري ورا ده واجري، والله ده انا بصي بفلق الدنيا. سكان زباله. بس الخناق ده مش شغلانه يا غزال. قوليلي كده، هو انت متخرجه من كليه ايه؟ الله يحزك يا زين، كليه ايه؟ ده انا صوت اعداديه. ليه حق مندو يقول عليكي جاموسه؟ انت لازم تشتغلي يا غزال، جاتك القرف في شكل امك. طب قولي لي اشتغل ايه؟ ما هو مش معقوله بقيتي زي الحيطه كده وما اتعلمتيش اي حاجه في حياتك. انا ابويا كان ترز متصيد، احسن واحد يضرب المقص في حته القماش، مفيش واحده في الغوريه الا لما لبست من تحت ايده. وده ايه علاقته بموضوعنا؟ اصلا كنت دلعت ابويا ولازقه في ديله وقاعده معاه في الورشه طول الليل والنهار، بصي مش بسيبه، ومن هنا لهنا اتعلمت الصنعه. طب اقول لك على حاجه، شايفه الجلابيه دي انا اللي مفصلاها. ايه ده؟ بس دي مقرفه قوي. اصلا انا بغيرها كل فين وفين عشان كده قرحت. والورشه دي لسه موجوده؟ ايوه في الدور الارضي، بس دي مقفوله بقالها سنين كتير، ده الفيران زمانها فلقت الحيطه. ايه ده انت قمتي ليه؟ انا عايزه اشوف الورشه دي دلوقتي حالا. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين؟ لفت لفة وتاني حضور. اهلا اهلا يا انسه رشا. ايه رايك في المفاجاه دي؟ مفاجاه عجيبه. طب ايه، انت مش هتقولي ادخلي ولا هنقضيها على باب الشقه؟ انا اسف جدا يا انسه رشا، يظهر المفاجاه خلتني اتشل. اتفضلي البيت بيتك. نورتي الغوريه كلها، لكن انت عرفتي عنواني ازاي؟ هو انت ناسي ان انا صحفيه متمرمطه وخطيبي ظابط داهيه؟ ودي حاجه تتنسي؟ انا خلاص بقيت واحد منكم.
يا بابا. بس تصدق بيتك جميل قوي يا مندو، بيفكرني بالمسافر خانه. مش للدرجه دي يا بابا. امال فين زين يا اخي؟ انا جايه لها مخصوص. زين تحت بتلعب مع بنت الجيران شويه وهتلاقيها طالعه. يا بابا في ايه يا جزمه انت؟ هو انا ما اخدش راحتي في الحمام ابدا؟ عندنا ضيوف يا بابا. انت يجي من وراك حاجه عدله ابدا. مساء الخير. لا مؤاخذه يا بنتي، اصل انا وما طول النهار كده بنتخانق على الحمام ده. يا ما واخده بالي. مين دي يا ابني؟ الانسه رشا، خطيبه عصام بيه. يا اهلا بريحه الحبايب. عصام بيه ده راجل جدع وجمايله فوق رقبتنا كلنا. تشربي ايه يا انسه رشا؟ مش عارفه انتوا عندكم ايه؟ سك على المشاريب يا مندو. في يا بابا خضتني. احنا هنتغدى سوا. معقول يعني يا غزال عندك ورشه زي دي وقاعده تجري ورا العيال على السلم؟ ما هو انا ما جاش في دماغي شغالها. عشان دماغك فاضيه ومش عارفه قيمه نفسك ولا قيمه الحاجه اللي في ايديكي. طب بصي، سؤال رفيع وما تقوليش عليها هبله. هو انا لو شغلت الورشه مندو هيحبني؟ لا ده انت فعلا هبله يا غزال. افهميني، انت لو اشتغلتي هتحبي نفسك وتحترميها، وساعتها 1000 من يحبك ويتمناكي. ياه، هو انت كنت فين من زمان يا زين؟ كنت في كوكب تاني. وماله يا حبيبتي؟ بقول لك ايه، انا في ظرف يومين 3 اخلي الورشه دي بصي عروسه واقفه، بس عشان خاطري ما تسافريش الا لما تحضري الافتتاح. اتفقنا. الله، السلسله دي جميله قوي. تعرفي يا رشا، انا اول مره في حياتي حد يجيب لي هديه. ايه يا زين اللي بتقوليه ده؟ انت كده هتخلي شكلنا زباله ولا ايه يا مندو؟ هقول ايه يا ابويا؟ اللي زي دي بتاكل وتنكر، وهي في الحضانه كانت بتروح المدرسه حافيه، وانت ربنا يسترك بتنور. والله الشنطه القماش المنقاره اللي كانت بتروح بيها، ستر ربنا اني بعت لها شنطه جلد عليها صوره الساحره الشريره. جرايه امور انت وهو، انتوا هتتسلوا عليا ولا ايه؟ ايه ده خلاص اقفلي سد حنكك ده. لم الدور يا بابا ما ترجع في وشنا. ما كانش في ده يا رشا تتعبي نفسك وتفتحي علينا فتحه. لا ازاي بقى، ما تقولش كده يا عم عبد الواحد. وبعدين بصراحه انا حسيت ان عصام متضايق قوي عشان ما عرفش يجيب سلسله زين، ضميره وجعه. خلي ضميره يرتاح، احنا خلاص هنجيب السلسله النهارده من قرايب زين. بس هي مش صدفه غريبه قوي يعني ان قرايب زين يقابلوا البت اللي واخده السلسله من الواد الحرامي؟ شغل كائنات فضائيه بقى. لا مش واخده بالي، كائنات ايه يا مندو؟ اصل ابويا بيحب يهزر مش كده يا بابا؟ ايوه، اصل القفل حبكت. لا بجد ايه حكايه الكائنات الفضائيه دي يا زين؟ اقول لها ايه بقى يا مندو؟ اتصرفي. لا اقول لكم على حاجه، انتوا شكلكم مخبيين عني حاجه صح؟ لا دي مصره بقى، هي اللي جابته لنفسها. نورتي يا شابه، خدي راحتك. هو احنا هنعزموكي في بيتك؟ ايه ده، هي بتعمل كده ليه؟ ما تخافيش يا شابه، ده حسب الله جوزي وعامل نفسه ريا. عم عبد الواحد هو في ايه؟ ما تاخديش في بالك يا بنتي، اصل العيال دي ملبوسه. ومفتح يا عبد العال. هو مفيش غير عبد العال؟ حاضر. عايز ايه يا كني؟ ما تنطق ياد، مالك واقف تترعش كده ليه؟ بص الصوره اللي في الجورنان دي. صوره ايه؟ صوره العفاريت اللي طلعوا لي في الورشه. انت متاكد ان هم دول؟ ايوه، بس مش عارف اقرا اللي مكتوب. وريني. اختفاء شابان في ظروف غامضه اثناء ترحيلهما لمستشفى الامراض العقليه لعرضهما على المختصين لاصرارهما ايه بانهما من كوكب تاني. في ايه يا مندو؟ قرايبك اختفوا يا زين. يعني اختفوا يا مندو؟ يعني اختفوا؟ مكتوب كده في الجورنال وهما بيرحلوهم من مستشفى المجانين اختفوا. يا دي مصيبه، يبقى اكيد رجعوا بكوكب، رجعوا وسابوني يا مندو. هما مين دول اللي رجعوا؟ خليكي في حالك يا رشا لو سمحتي. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تقلقيش يا بنتي، ربنا هيفرجها ان شاء الله من عنده. طب يا جماعه ما تفهموني في ايه علشان اساعدكم. تساعديني في انتي كمان؟ انا خلاص اتزنقت في الكوكب المعفن بتاعكوا ده، كوكب قذر كله سرقه وكذب. طب ما يمكن قرايبك راحوا مشوار كده في الكوكب بتاعكم وراجعين تاني ولا حاجه على اخر النهار. ويجرى ايه يعني لو كانوا صدقوهم؟ هم عشان قالوا الحقيقه يتهموهم بالجنون؟ انتوا بتتكلموا جد؟ يعني انتوا كائنات فضائيه؟ لا يا بنتي، انا كائن ارضي زيك. وانت يا مندو؟ ما انت عارفه انا ارضي ولا هو رغي وخلاص. اتفضلي خدي السلسله بتاعتك، انا مش عايزه حاجه منكم ابدا. رايحه فين يا زين؟ رايحه في 60 داهيه. طب استني انا جاي معاكي.
لو سمحت سيبني لوحدي يا مندو. بس سيبها يا مندو يا ابني، سيبها تفك عن نفسها. انا خايف تتوه. ما تقلقش، دي من ساعة ما نزلت من الكوكب بتاعها وهي لازقة في قفاك. انا بجد مش فاهمة حاجة يا جماعة. انت لسه هنا يا رشا؟ بقول لك يا رشا، انا دماغي منمله، كفايه عليا البلاوي اللي في المديريه. ما هو الخبر قدامك اهو، الاتنين اللي قبضوا عليهم قالوا انهم كائنات فضائية، ولما حد صدقهم اختفوا. يا سلام، هو اي حد يقول اي حاجه نصدقه؟ يعني انت مثلا لو دخلتي عليا وقلت لي انك معزه اصدق؟ يا عصام، انت لو كنت شفت زين وهي منهارة لما عرفت ان قرايبها اختفوا كنت صدقت انها من كوكب تاني. والله بقى انا كل المعلومات اللي عندي ان زين من السودان وانها بنت خالة مندو. اي حد هيقول اي حاجه تانية انا مش هصدقها، واعملي حسابك لو فتحتي الموضوع ده تاني انا هرميكي في مستشفى المجانين. على فكره اعمل ضجه صحفيه. موضوع ايه؟ واحده قتلت جوزها عشان قال لها يا جزمه. ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ صدقيني يا بنتي، اسمعي الكلام ده، موضوع حساس جدا، بيبين قد ايه الناس ما بقتش طايقه بعضها. يلا بقى اعملي معاها حوار قبل ما ترحل على النيابه. هي في انهي داهيه؟ في الحجز. رشا، عايز ايه؟ ما تنسيش بقى تبروزي اسمي في الخبر. عيب، ده انت اخ. ماشي، هي بقت كده. ايه يا مندو، لقيت زين؟ قلبت عليها الغورية شبر شبر، ملهاش اي اثر. الغايب حجته معاها يا ابني. كانش لازم اسيبها تنزل لوحدها. ما تقلقش، دي زي القرش المخروم، هتلف تلف وترجع لك. هي ليها مين غيرك في كوكب الارض؟ بصراحة هي صعبانة عليا، بقت متشعلقة كده، لا طايلة سما ولا طايلة ارض. اكيد اهلها هيرجعوا تاني، ما هو مش معقول هيسيبوا لحمهم مرمي بره كده، الا لو كانوا ما عندهمش نخوه بقى. دي عيال اغبياء ضاربين المشوار ده كله عشان ياخدوا السلسله ويمشوا. واضح ان الرجاله عندهم بعافيه شويه، صح؟ يا ريت يبعتوا لنا بنات من عينة زين، والبيت عندنا هو واسع يسيع بدل الواحده 10. يا ريت يا ريت يا مندو، صح؟ يا ريت يا ريت. انت بقيت شايق. يا ريت. ها؟ شايق. انت بقيت شايق قوي يا عبد الواحد. يا ولد حلاوه روح. هل التلاتة يا ريت دول كانوا ايه؟ حلاوه روح يا واد، قلت لك. بس بيني وبينك يا ريت. انت يا ولد اللي مرمي تحت العربيه، عايز ايه؟ اطلع لي من تحت العربيه. طب ما تنزل انت. انا لو نزلت هدفنك مكانك، انا مباحث يا كلب. لا مؤاخذة يا باشا، امرني سيادتك. انت كني زي ما حضرتك عايزني. العيال اللي في الصوره دي شفتهم قبل كده؟ ايوه سيادتك، دول العفاريت اللي طلعوا لي. ولا بقول لك ايه، انا مش عايز عبط، بلا عفاريت بلا زفت. العيال دي كانوا عايزين منك ايه انت؟ ولا اعرف سيادتك والله، هم جم بيبحلقوا فيا واختفوا، بس مندو قال لي ان هم بيدوروا على قريبتهم. قريبتهم مين؟ مش عارف اقول لحضرتك ايه، شويه يقولوا لي ان هي مروحه، وشويه يقولوا لي ان هي بنت خالة مندو، وشويه يقولوا لي ان هي عفريته، وشويه يقولوا لي كلام مش مفهوم، بس اللي انا متاكد منه ان هي اسمها زين. هو مندو ساكن هنا؟ ايوه سيادتك. يا عسكري تحفظ على الواد ده. تمام يا باشا. ومن الغورية الكوكب زين، دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حضور. طبعا يا غزال انت مش مصدقه اي حاجه من اللي انا قلتها. مصدقه، بس ما اضحكش عليكي، هي حاجه تمخول العقل. يعني انا كبيره قوي اروح بشتيل الناس تجيلنا من البراجيل، لكن كوكب تاني مره واحده. شفتي بقى المصيبه اللي انا فيها؟ يعني انت من فوق قوي. ايوه يا ست. ايه الحظ المنايل ده يا ربي. يعني انا يوم ما الاقي واحده استريح لها واخد ودي معاها كده في الكلام تطلع من كوكب تاني. استني، هو انت اللي غنالك خالد سليم؟ انت اكيد من عالم تاني. انا مش عارفه اعمل ايه، انا ضعت يا غزال، ضعت. ولا ضعتي ولا حاجه، اديكي قاعده في الورشه معززه مكرمه لحد ما نشوف صرف. هنشوف صرفه ازاي بس؟ اي حاجه ان شاء الله نلم من بعض ونجيب لك حق التذكره. تذكره ايه يا نيله انت؟ هو انا رايحه الغردقه؟ ده ايه الغباء ده؟ طب والنبي ما تعصبيش نفسك، ابوس ايدك. ما قلتليش ايه رايك في الورشه بعد ما نظفتها؟ هو انت كده نظفتيها؟ يعني حاجه كده على قد ما قدرت. قومي يا بت، هاتي لي جلابيه مقرحه من بتوعك دول، خلينا ننظف الورشه. عينيا. خير يا عصام بيه؟ لازم تعرفوا ان المكان ده محاصر، واي محاوله للهروب انا هضرب في المليان. ايه الحكايه يا مندو؟ تردش عليه، هو اي مكان بيروح بيقعد يقول الكلمتين دول، اضرب في المليان واضرب في الدبان. سيبك منه. اسمع يا عم عبد الواحد، انا ما رضيتش اطلع القوه معايا،
فيا ريت يعني نمشيها حبي كده وتسلم لي البنت. بنت مين دي اللي هسلمها لك؟ البنت اللي بتقولوا عليها بنت خالة مندو، وهي اصلا مش بنت خالته. وهي هتفرق معاك ايه اذا كانت بنت خالتي ولا بنت عمتي؟ لا انا ما حدش يستغفرني يا مندو. مش معنى ان انا اعتبرتك انك واحد مننا تقوم تلبسني السلطانيه. يا خبر، هو انت لبسته السلطانيه يا مندو؟ والله يا بابا ما لبسته اي حاجه. كده يبقى انا كده بقى مضطر افتش الشقه. البيت بيتك يا ابني، ادهس فيه زي ما انت عايز. ما تتعبش نفسك، زين مش هنا. امال هي فين؟ اختفت عشان حضرتك مش شايف شغلك. لو كنت انت جبت لها السلسله كان زمانها راحت الكوكب بتاعها وكان زماننا احنا خلصنا. انت بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني يا مندو. سيب ايده يا مندو يا ابني، ده برضه عصام بيه واحد مننا. يعني انتوا عايزين تفهموني ان زين من كوكب تاني زي ما رشا بتقول؟ شوف يا ابني، احنا كنا زيك كده مش مصدقينها، وقلنا دي بنت عندها ربع ضارب او هربانه من اهلها، لكن لما شفنا المركب بعينينا صدقنا البنت. مركب ايه؟ سفينه الفضاء اللي جت فيها. يعني انتوا الوحيدين في كوكب الارض اللي شفتوا السفينه؟ فاكر يوم ما الشمس غابت بالنهار؟ ايوه. فاكر يوم ما القمر طلع بالليل؟ ايوه. ده اليوم اللي زين نزلت من السفينه للارض. الكلام ده لو حقيقي يبقى زين دي لازم يتقبض عليها فورا. يتقبض عليها بتهمه ايه؟ بتهمه محاوله احتلال كوكب الارض. جرايه يا غزال، انت رايحه جايه عماله تحولي حاجات على ورشه ابوكي، هي ايه الحكايه بالظبط؟ ما انا قلت لك ياما هشغل الورشه. يا سلام، بعد ما شاب ودوه الكتاب. كسري في مقاديفه، كسري على قد ما تقدري. يا بنت سيبك من العك ده، بلا ورشه بلا زفت. امال عايزاني اعمل ايه؟ افضل قاعده جنبك زي قرد قطع؟ لا، تطلعي تشقري على مندو. ما سمعناش حسه النهارده، لا هو ولا ابوه. بقول لك ايه، فكك بقى من القصه دي عشان هي ملهاش اي صنف اللازمه. سلام. بنتي يا غزال، انتي يا بنت. يا لهوي، البنت دي اتهبلت ولا ايه؟ وبعدين يا بابا، الجدع المهبوش ده ممكن يعملها ويقبض على زين فعلا. دي تبقى مصيبه، ولو اهلها جم سالوا عليها هنقول لهم ايه؟ ما عرفناش نحافظ على بنتكم. احنا لازم نخبي زين بعيد عن عصام. مش لما نعرف اراضيها الاول يا مندو عشان نعرف نخبيها؟ يا ترى انت فين يا زين؟ يا باشا يا باشا، عايز ايه؟ مش سيادتك كنت عايز تشوف زين؟ ايوه. انا عرفت هي فين. طب ما تنطق. في الشقه اللي في الدور الارضي، انا شفتها بتنفض الشباك. يا عسكري اجمع القوه وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. هم هيقبضوا عليها ولا ايه؟ هذا المسلسل حصري على قناة عجائب وقناة نجوم راديو. افتح الباب يا مندو. افتح انت، انا في الحمام. وانت مقضي حياتك كلها في الحمام؟ الحقني يا عم ابو واحد. في ايه يا غزال؟ امي جرالها حاجه؟ البوليس قبض على زين. الحقني يا مندو. اسمع يا مندو، مش معنى ان عصام خطيبي يبقى انا هقف في صف. امال هتقفي فين؟ انا هقف ضد الظلم. عصام مش من حقه ابدا ان هو يقبض على زين. ده بيتهمها باحتلال كوكب الارض. انت عارفه التهمه دي ممكن توديها فين؟ سجن القناطر طبعا، هو في غيره؟ يا ريت تيجي على قد كده. امال هيوديها فين؟ اكيد هيرحلوها على جوانتنامو، وانت عارفه بقى امريكا ما هتصدق جنازه وهيشبعوا فيها لط وياخدوا البت ويعملوا عليها تجارب وتحاليل. يا لهوي، عصام ده اكيد اتجنن. بص، انا بفكر اعمل وقفه قدام نقابه الصحفيين، ايه رايك؟ اقفي من هنا لبكره. زين لو اترحلت على الامن الوطني كل سنه وانت طيبه. خلاص، انا هبيع السلسله اللي كنت جايبها لها وهقوم لها محامي. محامي ايه اللي هتجيبيه بسلسله؟ هو كلب ده يا دوب حق السلسله يجيب محامي طرقه. يوه، طب والحل ايه يا مندو؟ مفيش غير حل واحد، احنا نغير اقوالنا. الكلام اللي بتقوله غزال ده صحيح يا عبده؟ كلام ايه؟ البت زين مش بنت خالة مندو وانها من كوكب تاني؟ ايوه، زين من كوكب تاني. اخص عليك يا عبده، بتخدعني؟ يعني انا لو كنت قلتلك انها من كوكب تاني هتصدقيني؟ انا اللي مش قادره اصدقه ان عبده حبيبي اجدع راجل في الغوريه يقعد بنت غريبه في بيته. اتاريك اليومين اللي فاتوا كنت مقير وواخد جنب. طبعا ما هي اصغر مني واحلى مني. يا من ناحيه انها اصغر واحلى منك ده كلام ما فيهوش خلاف، لكن في الاخر زين دي زي بنتي، وبعدين البنت وقعت من الكوكب بتاعها واترمت في حضني، اقول لها لا؟ عشان كده المرحوم كل شويه يقع من البرواز.
قلبه حاسس انك انت بتخوني. يا ريت تقولي للمرحوم يركب دبارة جديدة للبرواز. انا وداني. وانت كنت مستعجلة على ايه؟ هو الخرم هيطير؟ شوفي يا عطيات، انا اول ما اطمن على زين واركبها اول قطر رايح الكوكب بتاعها هكتب عليك على طول. ونعلق الزينة؟ خليها مشاعل احسن. شوف يا مندو، انا لولا ان انا اعتبرتك واحد مننا كنت اتهمتك بالتستر على كائن فضائي ارهابي. ومين بس اللي قال ان زين كائن فضائي؟ انا قلت كده انا عمري ما قلت كده. دي بنت خالتي شوقية. الله، مش كده يا رشا؟ على فكرة بنت خالته شوقية. ولو مش مصدق اسأل شوقية. تجننوني؟ مش انتوا الاتنين قلتوا لي بعضمة لسانكم ان زين دي كائن فضائي؟ يا عصام بيه، انت ظابط داهية، ازاي يدخل في دماغك الكلام الفاضي ده؟ بنهزر معاك يا اخي، بنهزر. هو انت ايه كل حاجة بتاخدها جد كده على طول؟ والله بتهزروا وانتوا فاكرين بقى ان انا قاعد ملطشه لاي حد يقول لي اي حاجه. لا طبعا، وعشان كده انا عايزك تفرج عن زين. بس انا اتاكدت بنفسي انها كائن فضائي. سافرت الكوكب بتاعها وقابلت امها؟ مش دي صوره العيال اللي قالوا انهم من كوكب تاني؟ دي عيال بتضرب بودره سيادتك ودماغهم تايهه منهم. السلاسل اللي متعلقه في رقبتهم مش هي نفس السلسله اللي اتسرقت من زين؟ يخلق مش شبه 40 يا عصام. انا سالت البت ريهام صاحبه الحرامي واكدت لي ان دي نفس السلسله. وبعدين يا رشا هنعمل ايه في الحيوان ده؟ مش قلت لك انه هو ظابط داهيه؟ يعني ايه مفيش فايده؟ اخلع ايدك من الموضوع ده يا مندو عشان رجليك ما تغرسش. الله، اخلع رجلي ولا اخلع ايدي؟ انت كده بترخمني على فكره. يخلع ايده ازاي بس يا عصام؟ دي خطيبته. يا اول مره تشغلي دماغك. ايوه زين دي خطيبتي وفرحنا الاسبوع الجاي وقرايبها كانوا جايين يحضروا الفرح. يعني انت عايز تفهمني ان انت حبيت واحده من كوكب تاني وكمان هتتجوزها؟ ايوه، ايه المشكله؟ وكنت بشيت معاها على الفيسبوك. شفت بقى يا عصام ان زين مش ارهابيه؟ الكلام ده مش هيبان الا بعد التحقيق. وانا من حقي اشوف مراتي ام عيالي قبل ما تتشنق. انا عايز اشوف زين. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبخور. ومن الغورية انا رايح فين؟ لفت لفة وتاني حضور. مندو، شفت اللي جرالي يا مندو؟ انا يتقال لي يا حلوه يا بلحه يا مقمعه شرفتي اخواتك الاربعه. يا خساره، كان نفسي احضر اللحظه دي طول عمري. انا بشوف المشهد ده في السينما بس واموت واعرف هما ليه 4 مش 5. انا سمعتهم بيقولوا هيرحلوني امن وطني. دي حاجه كويسه يعني ولا وحشه يا مندو؟ ده انتي امك ده عيالك، وهناك بقى ايه؟ مش هتبقى بلحه مقمعه. امال هكون ايه يا مندو؟ هتكوني النخله كلها، النخله بذات نفسها. طب بقول لك يا مندو، انت لازم تتصرف في الداهيه اللي انا فيها دي. اتصرف اعمل ايه يعني؟ هربني من هنا يا مندو. تصدقي ان انا قربت اصدق انك بنت خالتي شوقيه؟ اشمعنى يعني؟ انت مستحيل تكوني كائن فضائي يا بنت. انت لو اتمطعتي هتحولي النسوان الزباله اللي قاعدين وراكي دول لكلاب ميته. ما انا قلت لك 100 مره انا قدراتي محدوده يا امي. انت قدراتك معدومه يا مندو. انا معرفش حد في كوكب الارض غيرك، انت الراجل الوحيد اللي ممكن اتسند عليه. سندتي على حيطه مايله يا اموره. طب اعمل حسابك بقى، انت لو سبتني ساعه كمان في الحجز ده الستات دول هياكلوني. عايزه تطلعي من هنا على رجليكي؟ ايوه. يبقى لازم تكدبي لما يجوا يحققوا معاكي. حرام عليك يا مندو، انا بيجيلي حموضه من الكذب. ابقي خدي فحم، مش احسن لما يجيلك انتفاخ من رميتك في الحجز؟ طب عايزني اقول ايه؟ طب وانا هقوله. هتقولي انك خطيبتي وهنتجوز الاسبوع الجاي. ما انت عارف ان انا هتجوز سين. هو يعني انت شايفاني حاطط مأذون في جيب البنطلون الوراني؟ دول بقين هتقوليهم في التحقيق وخلاص. خلاص انا هقول لهم اني نزلت من الكوكب بتاعي اضرب بولطه في كوكب الارض. بولطه؟ شفت مندو وعجبني، قلبي دق، ومن ساعتها وانا طايره زي العصافير. ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ طب عايزني اقول ايه؟ انا هقول لك تقولي ايه. انت هتقولي ان احنا كنا قاعدين كده بالليل متاخر الساعه 3 4 الفجر وكنا بنشيت مع بعض، كلمه مني على كلمه منك حبينا بعض. طب واحنا بنشيت كنا فاتحين الكاميرا؟ ايوه كنا فاتحينها يا صيعه. طب هي وبعدين؟ انت اهلك عايزين يجوزوكي الواد سين بالعافيه. ماشي زي بعضه. وهو واد غتيت ورخم وتحسي كده انه قتل. الشيطان لعب في دماغك وقررتي تهربي وتيجي كوكب الارض. وتفتكر عصام هيصدق الفيلم الساقط ده؟ اطمني، اللي يصدق انك من كوكب تاني هيصدق اي حاجه. انت عايزني اصدق الكلام الفارغ ده؟ يا خساره يا عصام، وانا اللي كنت بحسبك ضابط مباحث نابغه وكنت ناوي اتوسط لك وانقلك الامن الوطني. يا باشا ده كلام مؤكد. ده انت لو قلت الكلام ده لاخوك اللي في الاعداديه هيقول لك فكك مني يا ابي عصام. يا باشا افهمني، انا حققت في الموضوع بنفسي واتاكدت ان زين دي من كوكب تاني والعيال اللي هربوا من مستشفى المجانين قرايبها. يعني انت عايز تفهمني ان البنت اللي مرميه في الحجز ولابسه جلابيه مقرحه دي تبقى من كوكب تاني؟ ليه؟
هو الكوكب ده في عزبة النخل. ما هو سيادتك ما شفتهاش بالفستان القصير، موضوع تاني خالص. سيادتك كائن فضائي زي ما بيقول الكتاب. روح يا أستاذ افرج عن البنت بدل ما أهلها يرفعوا عليك قضية. الكوكب تاني قال. خلاص يا عصام بيه، هتشنقوها، هتحرموني من اغلى حاجه في حياتي. ما تخافش يا مندو، ما تخافش يا حبيبي، مش هيفرق بينا الا الموت يا حبيبي. ايوه حلو الوف. عمر ما هيفرق بينا الا الموت. حلو الوف. هتحبيني ازاي وانت ميته؟ روحي. ايوه مالها ممكن تخرس انت وهي؟ حتى لحظة الوداع مستخسرها فينا. انت ايه يا اخي؟ دي لحظه وداع، انت قلبك حجر. انت اسمك ايه بالكامل يا شاطره؟ زين ميم لام. زمل يعني؟ بذمتك في حد عاقل يحب واحده اسمها زين ميم لام؟ امال لو عرفت اسم جدها يا باشا. اسمه ايه؟ اسمه ته مربوطه. اسمعي يا زين ميم لام ته مربوطه، نظرا للظروف اللي بتمر بيها البلد والارهاب المنتشر في كوكب الارض، احنا قررنا ان احنا ما نفتحش باب عداوه مع الكواكب اللي بره، واللي فينا مكفينا. عشان كده انا هفرج عنك. اصيل يا عصام بيه، اصيل طول عمرك. ربنا يبارك لك ويديك الصحة ويعلي مراتبك ويكرمك يا ابن الأصول. إلهي أشوفك لو متقاعد قد الدنيا على كرسي بعجل يكون كهربا ومريح. خلاص اتفضلوا غوروا من وشي. يلا يا زين قبل ما يرجع في كلامه. يلا استنى عندك انت وهي. في ايه تاني؟ اعملوا حسابكم لو موضوع الخطوبة ده طلع بلح وبتضحكوا عليا، انتوا الاتنين هتكونوا قضيتي. مفهوم؟ يا عصام بيه انت بتقول ايه؟ ده المدام اصلا حامل. صح يا زين؟ انا عايزه رنجه يا ماما. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين؟ لفت لفة وتاني حضور. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. الواحد بيصحى مطمن لما يكون ولاده في حضنه. يا مندو يا زين. مش معقول يا بابا الزيطه اللي بتعملها كل يوم الصبح بدري دي، بجد انا مش عارف هلاقيها منك ولا مديك. سلام عليك يا الحق عليا اني بصحيك. ما انت شفتني دخلت الحمام وغيرت هدومي وشربت الشاي، المفروض يعني الواحد يعمل ايه اكتر من كده علشان تاخد بالك اني صحيت. طب روح يا اخويا صحي زين بلاش غلبه. ما تسيبها نايمه، اهو نوم الظالم عباده. يا ابني دي نايمه من امبارح من ساعه ما رجعتوا من المديريه. ومستعجل على ايه؟ ما هي هتصحى تجعر وتوجع دماغنا. انا اتحشرت، انا اتزنقت، انا ضعت، والكوكب بتاعكم زباله ومعفن، والكوكب بتاعكم قذر، يعني زي ما يكون احنا واخدين توكيل كوكب الارض. خبيش عليك يا ابني يا مندو، البنت دي انا خدت عليها وعلى زنها، عامله حس في البيت، الواحد مش عارف هيعمل ايه لما تسيبنا وتروح كوكبها. ومين سمعك يا بابا؟ بقول لك ايه، انا هنزل بقى اعمل بلطه بالتاكسي كده قبل ما تحصل مصيبه جديده، اصل قسط التاكسي قرب وانا بصراحه منفض على الاخر. ما تقلقش يا واد، ابوك سداد. اعمل لك ايه على الغدا يا مندو؟ والله انا نفسي في حته لحمه كده يا بابا، اللحمه وحشتني قوي. بقول لك ايه، لا لحمه ولا فراخ، بدل الجاموسه اللي مخموده جوه دي تكرشنا من البيت، مش عاوزين مشاكل معاها يا ابني. ايوه بس انا كده هيجيلي انيميا. اخطف لك سندوتش فراخ من اي حته، ولا اقول لك عدي على غزال تعمل لك سندوتش لحمه. لا يجيلي انيميا احسن. كفاره يا عم مندو. اخرس يا كلب. ليه الدخله اللي تجيب وش سلندر دي على الصبح؟ بقى يا سافل يا منحط من اول قلم على قفاك كده تعترف على مكان زين وتسلمها لعصام بتسليم اهالي؟ ورحمه ما حصل. امك مين يلا؟ هو احنا هنعرف لك ام من اب؟ جرح فيا يا مندو، جرح فيا واغرس في مشاعري بمفك صليبه. انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هعلقك على الزرجينه يا خاين العيش والملح. طب والكعبه الشريفه ما كنتش اعرف انه يقبض عليها. تفتكر يعني ضابط مباحث جاي متشملل في البوكس ومعاه العساكر والمخبرين وبيسال على زين عشان ايه؟ يتصور معاه سيلفي؟ انا قلت عايز يتعرف عليها ياخد منها كلمتين، لكن ما جاش في دماغي انه عايز يقبض عليها. هو انت عندك دماغ اصلا؟ فين التاكسي بتاعي؟ ما هو قدامك اهو سلامة الشوف. ومطلع نص الموتور بره ليه كده؟ بغير لك طقم السيور. لا يحرقك على الصبح، هو انا ماليش نصيب اشتغل على التاكسي ده ابدا. اديني ساعة زمن وهيكون جاهز. هي نص ساعة مفيش غيرها. طب اقعد اعمل لك كوباية شاي. هاتها لي ورشة النحاس.
سيادتك القرف. ايه ده؟ مالك يا عم عبد الواحد بتعيط ليه؟ لا دي دموع البصر، ما انا قلت اسلي نفسي في المطبخ لحد ما تصحي. وطبعا انت عامل الزيطه دي عشان تقلق منامي. ابقى كداب لو قلت لك لا. طب بطل عياط بقى. خلاص خد انت كملي البصل، خدي قشري وانا هعمل لك الشاي. هو انت بتقشره ليه؟ عشان اعيط. هيكون ليه يا زين؟ بعمل الغدا. طب ما تزقش واحكي لي عملتي ايه امبارح؟ اتبهدلت يا عم عبد الواحد. انا زين مملام اترمي في حجز مع ستات مش كويسين. هنعمل ايه بقى يا بنتي؟ كل كوكب وفيه الحلو والوحش. بس انا من ساعه ما جيت الكوكب بتاعكو ده ما شفتش حاجه حلوه غيرك انت ومندو. الله يخليك يا بنتي. بذمتك كده يا عم عبد الواحد، انت تصدق ان كاني وحماده الشبح وحلاوتهم اللي كانوا معايا في الحجز الناس دول اجدادهم هم اللي بنوا الاهرامات؟ التاريخ يا بنتي بيقول كده. طب على الاقل يكونوا عارفين سر بنى الاهرام. انا عن نفسي ما اعرفش سر الهرم، بس اعرف سر الرجاله اللي بنت الهرم. المصريين يا زين هم اصل الحضاره، بس للاسف اعدائنا كتير من ايام الهكسوس، واحنا مرتع لكل من هب ودب، وبنتكف على وشنا ونصلب طولنا ونقوم تاني، ونتكفى ونصلب طولنا ونقوم تاني. وعدى علينا ياما ايش انجليز على فرنساويين على اتراك على يهود، بس زي ما جم زي ما مشوا. هو انت من ايام الهكسوس يا عم عبد الواحد؟ احترمي نفسك يا زين. انا ما كملتش 40 سنه. خد اتفضلي الشاي. لا كده كتير قوي، كده كتير، حرام عليك، انا بنت ناس. في ايه يا بنت؟ الله، هو الشاي لسعك؟ البصل ورم عيني، ذنبي ايه انا اعيط على الصبح؟ خلاص بلاش بصل، قمع الباميه. ده انا لو اهلي عرفوا ان انا بقمع باميه هيتبروا مني. بصراحه انا عايزهم يتبروا منك. بقول لك ايه يا زين، انا طالبه معايا فلوكه في النيل. مش فاهمه عايز ايه يعني؟ نتفسح في النيل. انتوا عندكم نيل في كوكبكم؟ لا. يو ده انت فاتك كتير قوي. وايه اللي هيحصل يعني لما نركب الفلوكه اللي في النيل؟ كفايه انك تشم ريحه النيل وتشربي منه، وساعتها انا واثق انك لما تروحي كوكبك هتلفي وترجعي لنا تاني. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين لفت لفة وتاني حضور. الشاي يا مندو. ماشي يا سيدي، حطه عندك. ياه ده انا بقالي كتير ما شفتكش بتدق على النحاس. تعرف يا كرني انت مش غريب برضو، انا لما بقعد في الورشه حقيقي بحس بالدفى. هي فعلا كاتمه شويه، بس لو فتحت الشباك اللي بيطل على المنور هتهوي معاك. هو حد قالك ان انا حران يا ابني؟ خلاص لو مستهوي سيب الشباك مقفول. افهم يا بجم بقى، مش عارف انا مصاحبك ليه. انا قصدي يعني لما بقعد في الورشه وسط النحاس كده والوتد والدقاق والجراموفون القديم بتاع جدي، بحس ان انا معزول عن الدنيا وقرفها. هي خانقه فعلا، بس انا قلت لك 100 مره لو فتحت الشقه اللي في الارض على الورشه ساعتها اتفرج على الهوا يا معلم، هيجري فيها الخيل يرمح. تصدق انا استاهل ضرب البلغه عشان عاملك بني ادم وباخد ودي معاك في الكلام. على فكره انت شادد عليا السلخ اليومين دول، والحكايه كده بقت بتيجي في نفسيتي قوي وبتعلم في نفسيتي. ما انت برضه حط نفسك مكاني يا اخي، ده انا لو بكلم جاموسه بديل كان زمانها فهمتني. يا كني قوم شوف البت اللي بتجعر دي قبل ما تيجي هنا، قوم بسرعه. جايلك يا غزال. واموريني يا ست الكل. عايزك تروح لعطوة الكهربائي تتفق معايا علق زينة بطول العمارة. والزينة دي طهور ولا اسبوع؟ ويخصك في ايه؟ انت تعمل اللي بقولك عليه وخلاص. ما اللي يخصك يخصنا يا غزال. بكرة هعمل افتتاح للاتيليه، انا خلاص بقيت بيزنس وومن. يا خسارة يا غزال، ده انت ابوك كان راجل طيب، ليه تمشي في طريق الحرام؟ حرام ايه يالا؟ بقولك بقيت سيدة اعمال قد الدنيا. انت ما قريتش اليافطة اللي علقتها؟ اتيليه غزال. حتى انت كمان هتجرحي فيا، ما انت عارفة ان انا ما بعرفش افك الخط. يعني من الاخر كده هفتح ترزي، فهمت؟ خياطة يعني. ايوه خياطة. يلا بقى روح لعطوة عشان يلحق يعلق الزينة. الله يرحمك يا عم ابراهيم، صحيح اللي خلف ما ماتش. ده انا هعلق لك زينة في الغورية من اولها لاخرها، وهجيب لك دي جي، وهعمل لك ليلة ولا 1000 ليلة وليلة.
يعني انت فرحان بجد عشان يا كني؟ طبعا، ده انت ما تعرفيش معزتك عندي يا غزال. بقولك ايه، انا مش مرتبط. اتربطت من رجليك يا بعيد، وانا مالي ترتبط ولا تتفك؟ انا مال اهلنا يا غزال، انا ميكانيكي، يعني راجل كسيب، وانا ماليش طلبات. لا هقولك عايز شقة ولا عفش من المناصرة، يعني هدخل عليكي كده بشنطة هدومي، ده لو كان فيه هدوم اصلا. يا سلام يا زين، ده انت كلامك يوزن ذهب. انا لسه ما عملتش الافتتاح والعرسان ابتدت تخبط. ها، قلتي ايه يا غزال يا شارد؟ اكتب لي السي في بتاعك واوعدك ادرس الموضوع. السي ايه؟ ربنا يسامحك يا رب. اتأخرت كده ليه يا مندو؟ وايه اللفة اللي في ايدك دي؟ دي هدية لزين. طب ما توريني كده. بقول لك هدية لزين، انت كل حاجة عايز تحط مناخيرك فيها. وريني بقى، خليك جدع. يا ساتر، ده انت زنان. اتفضل اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ ايه ده؟ انت رجعت يا تدوق على النحاس تاني؟ الحمد لله على السلامة يا ابني. ايه رأيك؟ انا قلبي هيفط من ضلوعي من الفرحة. يعني بجد عجبتك؟ ده شغل معلمين كبار. اي والله، فكرتني بجدك الله يرحمه. عمل حتة شبه دي، شافها خواجة فرنساوي وما بقاش مصدق نفسه، وأصر ياخد جدك فرنسا عشان يرمم نجفة في قصر الإليزيه. وخدك معاه فرنسا؟ للأسف جدك طلع مش جدع، وطمع في السبوبة لوحده. بس كفاية انه علمك الصنعة وانت علمتها لي. وجه الوقت اللي تعلمها لولادك يا ابني. احنا لازم نفقس بسرعة يا مندو، السلالة هتنقرض. يا عم افقس انت لوحدك ومالكش دعوة بيا والنبي. والله انا شكلي هفقس على روحي. امال فين زين؟ في البلكونة قاعدة بتبحلق في السماء. طب انا هروح افقس معاها. كل ده بتلف بالتاكسي يا مندو؟ ده انا ما حطيتش رجلي فيه اصلا. امال كنت فين كل ده؟ كنت بعمل لك دي. الله، دي تحفة يا مندو. الهرم والنيل. ايه ده؟ عينين مين اللي بتبص على الهرم يا مندو دي؟ عينيكي. الله، هو انا عينيا حلوة كده؟ عينيكي احلى بكتير، بس لما بتقلب بنفسجي يا اعوذ بالله. يا مندو، الراجل ده لازم نجوزه بسرعة، عنده فراغ فظيع، لازم يفقس. يا زين، ترديش عليه ترديش عليه. على فكرة انا حلمت بيك امبارح. وانا اللي بقول عليكي ساذجة؟ حلمتي بايه؟ انطقي. حلمت ان انت روحت معايا الكوكب بتاعي. تصدقي انا طول عمري نفسي اعيش في كوكب تاني. يا مندو يا زين، هو ده وقته يا عم عبد الواحد؟ عايز ايه؟ مصيبة يا مندو. في ايه يا عم عبد الواحد؟ مصيبة يا بنتي. هو ما ينفعش يوم يعدي من غير مصايب. امريكا مسكت واحد من قرايب زين. هو انت قرايبك بيضربوا ترامادول؟ انت في مصر، ايه اللي وداه امريكا؟ انت متأكد يا عم عبد الواحد ان هم مسكوه؟ يا ريت يا بنتي على قد كده. حصل ايه بطنطا؟ بالراحة على ابويا يا ست انت. يظهر وهم بيعملوا عليه تجارب فيص منهم. يا دي مصيبة، يا دي مصيبة. اهدي بس، اهدي يا زين اهدي. اهدى ازاي يا مندو؟ دول قتلوه. ما يمكن قريبك من بعيد، ولا تلاقيه من كوكب زحل، ولا من حتة تاني. هو ما فيش كائنات فضائية غيركم؟ هم منزلين صورته في التلفزيون. للأسف ده من الكوكب بتاعنا. الحق يا مندو، صورتك انت وزين في التلفزيون. علي الصوت بسرعة. ومن الأخبار الطريفة، كتبت الصحفية رشا صبري في جريدة الوعد قصة حب بين شاب مصري وفتاة تدعي أنها من كوكب تاني وسيتزوجان قريبا. فهل فعلا تلك الفتاة من كوكب تاني أم أنها فتاة تبحث عن الشهرة؟ الله يحرقك يا رشا، هتلم الصراصير علينا. انت كنت ناوي تتجوز من ورايا يا انت؟ اتجوز ايه يا بابا؟ احنا قلنا كده بس العصام عشان يخرج زين من الحجز. بس اقول لك حاجه، انا شخصيا ما عنديش مانع، بس لازم نروح كوكب زين عشان نتعرف على الاسره الكريمه ونطلب ايديها رسمي. بس ما تنساش بقى تبقى تاخد معاك صينيه بقلاوه من عند عم عبده النتن. انا بقول نجيب كيس برتقال بالسره، يعمل لنا منظر برضو. انتوا بتهزروا ومش حاسين بالمصيبه اللي انا فيها؟ ربنا ما يجيب مصايب تاني يا بنتي. اهلي اول ما هيعرفوا ان واحد مننا اتقتل هيطربقوا كوكب الارض فوق دماغكم. واحنا ذنبنا ايه بس يا زين؟ قريبك الله يرحمه كان نازل يلوش، ايه بس اللي وداه امريكا؟ واديكي شفت بنفسك يا بنتي، احنا في مصر ما بنقتلش حد،
احنا قعدناكي في وسطينا معززه مكرمه واكله شاربه ولابسه بيجامتي المقلمه. اكيد دلوقتي مجلس الكوكب منعقد. طب وتفتكري قعر المجلس ده هيخلص على ايه؟ هيعلنوا الحرب طبعا. انتوا دمرتوا فكرة الثورة. كنا عايشين في سلام بقالنا 100 سنة. منكم لله منكم لله. كل ده عشان واحد مات؟ ده عندنا كل دقيقة على الأقل في 100 بيموتوا، ده غير بقى اللي نفسهم يموتوا من كتر الفقر والمرض. بس احنا بقى حياة الفرد عندنا غالية، مش زيكم حياة الإنسان رخيصة. خلاص بقى انت هتقطمينا. ده انتوا تخلوا الواحد يطلع من هدومه يا أخي. قصدك من بيجامتي؟ طب ما تقلعي وحد ماسكك. ما تفكري يا زين يا بنتي في حل نوقف بيها الحرب دي. ايوه، وعصام قالك احنا فينا اللي مكفينا. مفيش غير حل واحد. قولي يا بنتي قولي، واحنا من ايدك دي لايدك دي. ارجع الكوكب. ايه اللي انت هببتيه ده يا رشا؟ ده بدل ما تقولي مبروك يا حبيبتي، ده انا اسمي اتقال في التلفزيون. طب وايه المشكله يعني؟ ما قتالين القتله والمجرمين والارهابيين بتتقال اساميهم في التلفزيون ليل نهار. يا عصام يا عصام انا بقيت مشهوره قوي. طب اقول لك على حاجه، الموبايل ما بطلش رن من الصبح، كل الصحفيين هيتجننوا عشان ياخدوا مني معلومه. ايه الافواره دي؟ ناس فاضيه وبتدور على اي ضجه صحفيه. انا مش فاهمه انت مزعل نفسك كده ليه يا اخي؟ ايه المشكله يعني لما اعمل تحقيق عن ولد مصري بيحب بنت من كوكب تاني؟ بذمتك انت مقتنعه بالكلام الفاضي ده؟ انا ما قلتش في التحقيقات ان انا مقتنعه، بس انا عرضت الحدث زي ما هو، زي ما شفته وسمعته بالظبط. يا سلام، يعني خلاص مشاكلنا كلها خلصت وقاعدين مجعوصين وبنلعب في صوابع رجلينا ومستنيين تحقيق سيادتك عن بنت مهبوشه بتقول انها من كوكب تاني؟ مش معقول يا عصام بقى، انت اكيد عندك انفصام في الشخصيه، ده انت لحد امبارح كنت مصر ان زين من كوكب تاني. ده كان مجرد شك، وبعدين يعني ظروف البلد ما تستحملش مهاترات. طب واللي حصل في امريكا والكائن الفضائي اللي قتلوه بالغلط؟ دي خزعبلات امريكيه بيشغلوا بيها الناس. عاجبك كده؟ اهو سياده مدير الامن بيتصل بيا. طب وايه المشكله؟ اكيد هيشطفني، انا واثق ان انا هلبس الجلابيه واقعد في بيتنا بسببك. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين لفت لفة وتاني حضور. اللي مكتوب في الجورنال ده صحيح يا زين؟ انت فعلا هتتجوزي مندو؟ ما انت عارفه ان احنا قلنا كده عشان عصام يخرجني من الحجز. بس انا شايفه في عينيكي حاجه تانية، انت بتحبي مندو. انت عارفاني ما بعرفش اكدب ها، وفي نفس الوقت ما اعرفش يعني ايه حب، بس كل اللي اعرفه اني بطمن قوي وانا مع مندو، بحس معاه بالامان. ما هو ده الحب يا زين. عموما يا غزال طمني قلبك وما تقلقيش، انا كلها يومين وماشيه، مش هتشوفي وشي تاني ان شاء الله. حتى لو مشيتي مندو ما بيحبنيش اصلا يا بنتي، ده بيعتبرني زي اخته. طب ما يمكن يحبك مع الوقت. انا خلاص بقى عندي حاجات اهم، انا بحب الاتيليه وهشتغل ليل نهار وعشان انجح كمان، وانتي السبب. انا فرحانه بيكي قوي يا غزال، ولما ارجع الكوكب هحكي لهم عنك كتير، وفرحانه بكلمه اتيليه دي اكتر. طب ممكن اعرف انت لسه بالبيجامه ليه؟ هو الفستان اللي عملتهولك مش عاجبك؟ بصراحه يا غزال انا ماليش نفسي احضر افتتاح الاتيليه. اخصى عليكي، ده انا صربعت الدنيا كلها عشان تلحقي تحضري الافتتاح قبل ما تسافري. اسافر ازاي بس يا بنتي؟ انا محشوره في الكوكب بتاعكوا ده. ارمي همومك على اللي خلاك وان شاء الله هنلاقي لك صرفه، وزي ما وقفتي جنبي انا كمان هقف جنبك ومش هسيبك الا ما اوصلك لباب بيتكم. طب بقول لك ايه، هو الفستان ده بيتلبس ازاي؟ يا مصيبتي، ده انا نسيت اركب له سوسته. هو احنا هنبتديها غباوه يا غزال؟ ايه الشياكه دي يا كني؟ انا قلت اصرف بقى، محدش واخد منها حاجه. بس البلوفر ده مش حر شويه؟ ما انت ما نبهتنيش يا صاحبي ان الصيف دخل. يخرب بيت اهلك، ده انت مش حاسس بحاجه خالص. معلش يا عم هعوضها لك الصيف الجاي، هبقى الحقك قبلها. انا في حاجه كده واقفه في زوري وعايز اقولها لك. خير يا كني؟ انا قلبت باصلي معاك. عادي، ما انت طول عمرك واطي. يعني انت مش شايل مني يا كني؟ انت اتفه بكتير من ان انا اشيل منك، انت مش في دماغي اصلا. يعني صافي يا لبن. بالرغم ان انا ما عرفتش انت عملت ايه، بس مش مشكله. حببت ايه يا كني؟ انا حبيت غزال. كده فجأة؟ ما هي اللي زي غزال لازم تتحب فجأة. طيب وبعد ما حبيتها ايه اللي حصل؟ طلبت ايدها ووافقت. انا لما قلت لها عينيها حولت وقالت لي حاجه غريبه كده ما فهمتهاش. قالت لك ايه؟ قالت لي هات السي. تفتكر ده متوفر في السوق؟ هتلاقيه متلقح في الموسك برخص التراب، بس ما تجيبش الصيني بقى لانه بيبوظ بسرعه. طب ايه، مش هترمي التحيه لغزال بمناسبه افتتاح الاتيليه؟ ناولني المايك. اهل الغوريه، اهل الغوريه جدعان قوي، جدعان قوي.
الغورية يعني قصر الشوق والسكرية وبين القصرين. انا ما عزمتش الناس دي. تجار الصاغة وخان الخليلي اللي مشرفيننا النهارده. مشرفيننا؟ سوق السلاح والنحاسين. نحاسين؟ باب زويلة، باب النصر، المغربلين، تجار الحمزاوي. ما تلم الدور يا عم مندو، انت كده هتفتح علينا فتحة. بنبارك ونهني لبنت حتتنا. بنت حتتنا؟ ألف سلام وتحية لغزال الغورية، الغزال الشارد. الشارد غزال يعني الرجولة والجدعانة. غزال يعني الأنوثة المتفحمة. هي غزال اتحرقت؟ يا رايحين الغورية هاتوا لغزال هدية وسمعونا أحلى زغروطة. اقعد يا عصام. لا انا كده تمام يا باشا. اقعد ما تزهقنيش. حاضر سيادتك. انا قريت التحقيق اللي عاملاه رشا خطيبتك. انا سيادتك لسه حالا كنت موقفها طابور ذنب ووبختها على قد ما قدرت وحلفت عليها بالطلاق، يا انا يا شغلتها في الصحافه. طلاق ايه يا ابني؟ هو انت لسه اتجوزتها؟ ما هو انا سيادتك هتجوزها واطلقها. الحكايه ما تستحقش ده كله يا فندم. التحقيق ده هيعمل بلبله في الشارع واحنا مش انا عاوز اتكلم يا عصام. اتفضل سيادتك. انت كنت قلت لي انك متاكد ان البنت ام جلابيه مقراحه دي من كوكب تاني. ايوه بس انا اقتنعت بكلام سيادتك ان ده كلام فاضي. بس انا رجعت في كلامي يا عصام، وخصوصا بعد الكائن الفضائي اللي اعلنوا عنه في امريكا. وكلام في سر سيادتك يا باشا. انا لما شفت صورة الكائن الفضائي في التلفزيون لقيته شبه العيال اللي اختفوا واحنا بنرحلهم مستشفى المجانين بالظبط. بس انت متاكد ان البنت دي كائن مسالم؟ يعني هي فعلا بتحب سواق التاكسي؟ طبعا يا فندم سيادتك دول خلاص هيتجوزوا، وبعدين مندو ده انا واثق فيه وبعتبره واحد مننا. المشكله دلوقتي ان تحقيق رشا هيفتح علينا باب جهنم. صدقني يا فندم انا بفكر بشكل جدي ان انا اخلص عليها اقتلها. الخبر هينتشر في وسائل الاعلام واكيد هيتنطور في اوروبا وامريكا، ومش بعيد نلاقيهم ناطين فوق دماغنا عشان ياخدوا البنت. الموضوع كده هيكبر سيادتك. دي المخابرات الامريكيه ممكن تخطفها. البنت دي طالما دخلت مصر بنية خير تبقى امانة في رقبتنا، ولازم نحافظ على سلامتها مهما كانت. انا فرحان قوي بالبنت غزال. اتغيرت فجأة، استحمت ونطفت وفتحت ورشة ابوها. فعلا اللي خلت ما ماتش. زين هي اللي لعبت في دماغها وقالت لها لازم تدوري على نفسي. يلا الحمد لله انها لقيتها. لا وايه ده الواد كني عمل لها ليله من الاخر. اول مره يا اخويا يعمل حاجه عدله في حياته. عقبال ليلتك يا عبدو. لا انا بفكر اعمل فرحنا في بيت السحيمي، ولا انت رايك ايه يا مندو؟ والله انا رايي تعملوه في بيت الفيل احسن. الفيل هيلخمنا بزلمته يا مندو، واحنا مش ناقصين لخمه. بقول لك ايه، هي الرقاصه هتيجي امتى؟ انا سمعت انها اتمسكت وهي جايه في السكه. هي دي سرينة اسعاف ولا شرطه يا عبدو؟ دي غالبا شرطه. يظهر الرقاصه بلغت عننا يا بابا. كله يثبت مكانه. كرسي في الكلوب يا جدعان. هم اهل الحاره راحوا فين يا عبدو؟ الارض اتشقت وبلعتهم. وديت الناس فين يا مندو؟ يا عم اقعد بقى، هي كل حاجه تحصل في البلد دي تلبسها لي؟ سلم نفسك يا عبد الواحد، المكان كله محاصر، مفيش داعي للمقاومه. انت طلعت تاجر مخدرات يا بابا؟ انا؟ ليه تخبي عليا؟ ده انا ابنك الوحيد. انا؟ طول السنين دي وانت معيشني في الحرام وما تقوليش. انا؟ انت علقت. ايوه انت. اللي هيتحرك من مكانه انا هضرب في المليان. ابويا راجل كبير يا باشا ما يستحملش النوم على البرش. انا هشيل الليله، واذا كان على مكان المخدرات انا عارف مكانها في ورشه قني. حد الله بيني وما بين المخدرات يا باشا، انا بشم بنزين. في ايه يما؟ طفيتوا الكهارب ليه؟ وفين اهل الحته؟ بيقضوا مصلحه وراجعين تاني. تعالي يا قلب امك، ما انتي طول عمرك حظك قليل وفرحتك منظوره. عاجبك كده يا عصام؟ كسرت بنفس البنت. ايه رايك في الفستان ده يا مندو؟ وهو ده وقته يا زين. مين فيكو زين ميم لام؟ بصراحه لحد كده انا فاض بيا، محدش يرد عليه. انا زين ميم لام. اتفضلي معايا. لا اثبت مكانك يا عصام بيه. زين ميم لام خط احمر، ولو عايز تاخدها يبقى على جثتي.
يسلم فمك يا سبعي. بتزخرطي يا عطيات وابويا هيتنفخ. اديله يا عم عبد الواحد ما تسكتلوش. اذا كنت عصام ايه ما سمعتش عن عبد الواحد احب اسمعك. انا من سلالة الدقاق، اكبر سلالة في الغورية وسوق النحاسين، تاريخنا محفور على النحاس. ما تفتحش صدرك قوي كده يا بابا، عصام خلقه ضيق وممكن يفجرك. وانا زودتها انا بقول نتفاهم احسن. وانا كمان. ممكن اعرف انت عايز ايه بالظبط؟ ما هو الكلام مش هينفع في الشارع قصاد اللي يسوى واللي ما يسواش. قصده عليك يا قني. اتفضل يا عصام بيه، بيت الدقاق مفتوح لك. ما نقعد في بيت الزواحف اقرب. يا عسكري خلاص سيادتك يا فندم. حاصروا المكان، واي حد يقرب من بيت الدقاق اقبضوا عليه. اطلع يا عصام بلاش دوشه. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين لفت لفة وتاني حضور. هو عصام سكت ليه؟ في الغالب نسي هو كان جاي ليه. يعني هو كان جاي يبوظ لي الافتتاح عشان يلمنا حواليه ويقعد يبحلق في السقف. طب قومي اعملي له فنجان قهوه يمكن الذاكره ترجع له. قهوتك يا باشمهندس. الحق يا ماندو ده بيبصلي. اقعدي يا غزال اقعدي، الذاكره رجعت له. للاسف الشديد انت حالتك خطر قوي يا زين، انت معرضه للموت في اي وقت. يعني ايه خلاص هموت؟ يا حبيبتي يا زين، ده انت ما لحقتيش تفرحي بالفستان اللي انا عملتهولك. ما قلتلك نتجوز قعدتي تتنططي وتقولي لي انا مرتبطه بسين وصاد وعين، اديكي لا حطولي سين ولا جيم. العيال امانه في رقبتك يا ماندو، اوعى يتبهدلوا من بعدي يا ماندو. اطمني، عين وته مربوطه هيتربوا احسن تربيه وهيتعلموا احسن تعليم، وورشه قني مفتوحه ليهم في اي وقت. بس بقى ايه كله لوك 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 ورغي وكلام فاضي. انا كل اللي انا عايز اقوله ان زين وضعها في البيت ده خطر. بس انا عايزه اموت في وسط الناس اللي انا بحبهم، عم عبد الواحد ومندو وغزال وطنط عطيات. انا عايزه اموت وسط اهلي، واللي ملوش اهل الحكومه تبقى اهله. الحكومه عندها مشاكل للركب مش فاضيالك. لو حد فيكم فتح بقه تاني انا هفجر البيت باللي فيه. اتفضل حضرتك. اخرس. حاضر. التحقيق اللي عملته رشا عن ماندو وزين انتشر ومش بعيد يتسمع في اوروبا وامريكا، واكيد هيحاولوا يخطفوها عشان يعملوا عليها تجارب والكلام الفاكس ده. الله يحرقك يا رشا، انت لازم تطلق البت دي. وانا عندي اوامر من الرئاسه الحفاظ على حياه زين، عشان كده احنا لازم ننقلها مكان امن لحد ما نشوف طريقه نرجعها الكوكب بتاعها. بس انا مش همشي من هنا، البيت ده هو المكان الوحيد في كوكب الارض اللي بحس فيه بالامان، وانا متاكده ان اهلي هيجي ياخدوني من هنا. نبرتي فيها اهم جم. ما تفتح يا ماندو. ما يصحش يا بابا، انت راجل البيت. يا ابني انا كتبت لك البيت باسمك، ولو مش مصدق اوريك وصل النور. افتح انت يا غزال يمكن ياخدوك ويسيبوا زين. بس كله يثبت مكانه، انا اللي هفتح الباب. رشا معقول يا عصام؟ انا قلبت الدنيا عليك يا اخي، انت ما تردش على الموبايل ليه؟ عايزه ايه يا رشا؟ ايوه كده، صدر لها الوش الاسمنت. التحقيق بتاعي يا عصام اتنشر في مجلة التايم وصورتي بقت على الغلاف. تيرارا رارارا. ماندو. ايوه يا عصام بيه. اقبض على البت دي. تمام سيادتك. عملت ايه يا عصام؟ البنت مصره تقعد عند ماندو لحد ما اهلها يجوا ياخدوها، بس انا حطيت حراسه مشدده على بيت ماندو. نقيت المخبرين كويس؟ ايوه سيادتك، لا ما تقلقش خالص، المنطقه كلها تحت السيطره. بقول لك ايه يا عصام، هي البنت دي مش زي ما بنشوف في الافلام كده مركبه وش وبتتحول ولونها بيخضر وبيزرق؟ لا يا فندم، لا خالص، دي بنت عاديه خالص، يعني لا ليها ديل ولا ودان كبيره. بنت هقول لسعادتك ايه، بنت حلوه بزياده عن اللزوم، فظيعه سيادتك، فظيعه. طيب انا ممكن اخد صوره معاها؟ احفادي هيتجننوا علشان يشوفوها. اسمح لي سعادتك ان انا اقبض عليها حالا عشان تاخد مع سيادتك سيلفي. لا، اجل الموضوع ده شويه لغايه ما الدنيا تهدى. ما خلاص الفضائيات سابت كل المشاكل اللي عندنا ومركزين في حكايه زين وماندو. تأمرني سيادتك بحاجه تانية؟ لا اتفضل. استنى عندك. ايوه باشا. انت مش لابس دبلتك ليه؟ حصل حاجه بينك وبين رشا؟ ما تجيبليش سيرتها سعادتك، انا رميت الدبله في وشها، دي انسانه انانيه جدا، كل اللي يهمها طموحها وبس، حتى ولو على حساب ارواح الناس. هي البنت طموحها الصحفي زايد حبتين، بس مش لدرجه انك ترمي الدبله في وشها. يا فندم دي سيادتك كل يوم والتاني بتعمل لي مصيبه. اقعد معاها يا عصام وفهمها غلطها، البنت لسه صغيره ومش فاهمه حاجه. بس سعادتك انت يعني ما فيش بس، رشا قريبه المدام بتاعتي وانا مش عايز مشاكل يا ابني. عشان خاطر سعادتك بس.
النهارده الدبله ترجع صباعك تاني، مفهوم؟ مفهوم سعادتك. ايه القرف ده؟ ايه اللي انت لابساه ده يا غزال؟ هو انت يا بنتي رايحه تقابلي صاحب محل ولا صاحب مرض؟ طب قولي لي البس ايه؟ البسي الطقم ده. هو انت رايحه فين يا غزال؟ رايحه تقابل صاحب محل ملابس عشان تنفذ له ملابس اطفال. سبحان مغير الاحوال. فين غزال الحافيه اللي كانت طالعه نازله تجعر على السلم؟ هو احنا مش هنخلص من الحدوته دي بقى ياما؟ ربنا يكرمك يا زين ويرجعك سلمى لاهلك. ده اللي انت عملتيه مع بنتي انا ما عرفتش اعمله معاها من يوم ما اتولدت. يا طنط عطيات غزال عندها استعداد، بس كانت محتاجه حد يشاور لها على الطريق. طب بقولك ايه بقى، طالما يعني كده ان انت سرك باتع قوي، ما تخلصي لي موضوع جوازي مع عبده. ما تفك بقى من الليله دي وخلينا نركز في شغلنا. طب انت هتركزي في شغلك، انا بقى هركز في ايه؟ ما تسيبيها تتجوز يا غزال. الله، امك لسه صغيره ومزه. ايوه النبي، ده انا حتى اتجوزت المرحوم وانا عندي 17 سنه. ده انت ناقص تقولي لي ان انا اكبر منك. وبعدين عم عبد الواحد بيحبكم قوي، ده انسان طيب وجميل. ده انا بعتبره زي ابويا الله يرحمه. خلاص يبقى نقول بقى مبروك زغرتي يا عطيات. ايوه يا بابا. انت فين يا مندو؟ انا في مدينه نصر. وبتعمل ايه في مدينه نصر؟ يعني هكون بعمل ايه؟ كنت بوصل زبون. طب بقول لك ايه، ينفع بكره ما تنسيش الشغل؟ يا بابا انا ما صدقت الدنيا هديت واركز شويه في شغلي، ابوس ايدك. يا ساتر عليك يا الله، يا ساتر، ما جاتش يا اخويا من يوم واحد. طب وانت عايزني بكره في ايه؟ اصل اليومين دول هافف عليا ناخد المجموعه كلها ونطلع رحله نيليه. مجموعه ايه ورحله نيليه ايه؟ انت عندك فراغ يا عبد الواحد ولا ايه؟ بكره تبقى في سني وتعرف مراره الفراغ يا ابني. بقول لك ايه، حوض المطبخ بينقط من امبارح، اقلع الجلابيه المقلمه وانزل تحت الحوض وصلحه لحد ما اجيلك، بلا نيليه بلا فيليه. يعني انا اقول لك رحله نيليه وانت تقول له حوض المطبخ بينقط؟ مندو، ايه الزيطه اللي عندك دي؟ ايه يا مندو؟ انا خيشت. في ايه يا كابتن؟ انت بتتعلم سواقه جديد ولا ايه؟ قلت لك اطلع من العربيه، يعني تطلع من العربيه. انت مركب صوت ولا ايه الصوت ده؟ انجز. بقول لك ايه، انا مش فاضي للخناقه النهارده. قلت لك انزل. طب ممكن نخليها يوم تاني؟ هي وصلت انك ترفع طبنجه في وشي؟ يعني انزل. على فكره انا ليا صديق شخصي ضابط في المباحث وممكن يسحلك. انت هتنزل ولا فرغ الطبنجه دي في دماغك؟ طب وسع خليني اعرف اتنيل انزل. يلا اتفضل اضرب خلينا نخلص. تعال كلم الكبير. كبير؟ لا 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 لا، ده كبير على نفسه. ما ينزل هو يكلمني بدل ما هو قاعد متنك في العربيه. اتحرك بلاش غلبه. يا مرحبا. على فكره السواق بتاعك هو اللي غلطان ولازم يدفع لي حق الفانوس اللي اتكسر. هندفع لك ثمن الفانوس وثمن العربيه كمان. انتوا ناويين تاخدوا العربيه؟ لا، انت عندك حاجه تهمني. كلامك مش مريحني يا بلدينا. حاجه ايه دي اللي تهمك؟ دي حاجه غاليه بس ما تغلاش عليا. على فكره عيب قوي الكلام اللي بتقوله ده، انت راجل صعيدي ومحترم. اعرفك بنفسي، انا سيد الحدق. وكمان حدق؟ لا دي حاجه ما تطمنش. انا بلا فخر اكبر تاجر مواشي في وجه جبلي. طب يا استاذ مواشي، يا استاذ حدق، ايه المطلوب مني بالظبط؟ كلام مش هينفع هنا، اركب العربيه. انسى انسى يا استاذ حدق، انا مش بتاع ركوب عربيات يا حبيبي. اتفضل اتفضل، خد التنين بتاعك ده وروح لحالك، بلاش قرف. نحمله في شنطه العربيه يا كبير. تحمل مين يا جاموسه؟ كومه في الشوال ولقحه في العربيه. نزل ايدك بقولك، انا هركب لوحدي، الحقوني. يا زين يا زين. في ايه يا عم عبد الواحد؟ مندو يا زين. ماله مندو؟ كنت بكلمه في الموبايل وفجأة قال لي أنا خيشت يابا، وبعد كده الموبايل اتقفل. جربت تكلمه تاني؟ الموبايل مقفول، ابني هيروح مني يا زين. يا نهار اسود، طب انت رايح فين؟ هو قال لي انه في مدينة نصر، هروح ادور عليه هناك. طب ما نكلم على عصام ده وهو يتصرف. ايوه صح، ولا اقول لك تعالي نروح له احسن. واد يا كاني انت ولا معقولة يا غزال
في واحدة تقول لحبيبها يا واد حبك بورس. وبعدين ده انت بقيتي سيدة اعمال قد الدنيا ولابسة ومتشيكة وبرضه لسه بتجعري. بطل رغي واطلع من تحت العربية. اول مرة اخد بالي ان رجليكي حلوين يا غزال. انت هتطلع ولا نسل الجزمة على دماغك؟ ادينا طلعنا. خير يا ست الكل. شيل القماش اللي في النص نقل وطلعه الاتيليه. انت تؤمر يا غزال. امسكي في ديل يا زين. هو فين ديلك ده يا عم عبد الواحد؟ يا بنت اقصد امسكي ديل القميص وحاولي تاخدي نفس عميق عشان كل ما هنغوط في الاتوبيس الاكسجين هيقل. ايه الزحمه دي؟ ما قلتلك نركب تاكسي. هو حد يعني رضي يقف لنا؟ يلا كلها 3-4 ساعات وهنوصل. هو انتوا ما عندكمش غير الاتوبيس ده يا عم عبد الواحد؟ لا عندنا كتير بس الناس اكتر. على فكره انت قليل الادب. ليه كده يا زين؟ خص عليكي، ده انا بمقام ابوك الحاج لم الف. مش انت يا عم عبد الواحد، ده السافل اللي ورايا اللي عمال يتحرش بيا ده. ده المخبر بتاع عصام بيه. سيبيه يشوف شغل. ما تخلي بنتك تيجي تقعد يا عم الحاج. يا سلام كتر خيرك. شفت شهامة المصريين يا زين؟ كتر خيرك يا ابني. الله، وانت مش هتقوم ولا ايه؟ واقوم ليه بس؟ ما تخليها تيجي تقعد جنبي. جنبك فين يا واد؟ ده انتوا 3 قاعدين على الكرسي. هو بالحق عليا. هو احنا هننزل منين يا عم عبد الواحد؟ شايف الباب اللي هناك ده؟ المفروض هننزل منه، بس غالبا هننط من الشباك. هتنزل بالزوج ولا خليك متكوم جوه الشوار؟ طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هو الاستاذ سيد الحدق عايز مني ايه بالظبط؟ هتعرف لما تدخل العوامه. عوامه؟ الحكايه وصلت لعوامه؟ لا انا رجلي مش هتخطي العوامه دي حتى لو هتفرغ الطبنجه دي كلها في دماغي. انا مش بتاع عوامات يا حبيبي. انا لو عليا عايز اقتلك، بس الكبير ليه غرض منك. غرض؟ وبتقولها كده في وشي؟ يا راجل اتكسف على دمك، ده انت راجل صعيدي والمفروض ان عندك نخوه. يا ساتر، ده انت واد رغاي. خد ومن الغورية الكوكب زين لا نحس الجد وبخور. ومن الغورية انا رايح فين؟ لفت لفة وتاني حضور. عصام ايه عايزه ايه يا رشا؟ عايزاك تسيب الورق اللي في ايدك ده وتبص لي. بقول لك ايه، انا عندي شغل، مش معقول كده. يا حبيبي انا عايز اخد رايك في موضوع مهم. اتفضلي قولي اللي انت عايزاه وانا سامعك. بس من غير ضرب. اتفضلي. ولا شتيمه. اتفضلي. ولا حبس. والله ما فاضي. طيب اصل انا بفكر اشتغل موديل. وماله يا حبيبتي؟ اول ما ارمي الدبله في وشك روحي اشتغلي اللي انت عايزاه، ان شاء الله تشتغلي رقاصه. على فكره انا بتكلم جد. وانت شايفاني يعني بضرب شقلباز بهزر؟ انت مش واخد بالك ان انا هشتغل موديل بشكل مؤقت؟ ليه ان شاء الله؟ مزنوقه في قرشين؟ هو انت سمعت عن الموديل اللي اتقتلت في الرحاب؟ ايوه، بتفكري تتقتلي زيها؟ لا، انا عرفت من التحريات بتاعتي ان دي تاني موديل تتقتل خلال 2 شهر بنفس الطريقه، فانا بقى قررت ان انا اعمل نفسي موديل عشان اوصل للمجرم. يا عسكري. تمام يا باشا. ارمي البت دي في الحجز. اول ما افتكرت تطلعني من الشوال. احمد ربنا انك لسه عايش. كتير دخلوا الشوال ده وما خرجوش منه وصل. ليه؟ مغارت علي بابا؟ اتلقى هنا لما الكبير يجي. ده يفتق لدمك. انتوا ايه اللي جابكم؟ مش انا قلت ان زين ما تخرجش الا باذن مني يا عم ابو واحد؟ ومالكم بهدلين كده ليه؟ اصل احنا جايين في الاتوبيس. وكمان في اتوبيس؟ امال فين مندو يا جماعه؟ ما ركبتوش معاه ليه؟ ما هو ده اللي جايبنا على ملا وشنا. مندو خيش بالعربيه. يا سلام، طب وايه المشكله؟ ما العربيات كلها بتخيش في بعضها. اصل بعد ما خيش الموبايل اتقفل وده اللي قلقني. يبقى اكيد الناس اللي خيش فيهم ضربوه وسرقوا الموبايل بتاعه. ما هي حصلت مع واحده صاحبتي قبل كده. انت تسكتي خالص. حاضر. ما عرفتش يا عم عبد الواحد خيش فين بالظبط؟ في مدينه مصر. في الحالات اللي زي دي بنستنى 48 ساعه، لو ما ظهرش بندور عليه في المستشفيات والاقسام. هو ايه اللي 48 ساعه يا عصام؟ انا قلقانه، دي حاجه مش كويسه. خلاص يا عصام، طالما زين قلقانه يبقى اكيد مندو في خطر. انت متاكده انك قلقانه؟ قلقانه جدا. هو مش باين عليا ولا ايه؟ حس كده بقى، انا همسح مدينه نصر شبر شبر وهجيب مندو ده حتى لو كان في بطن امه. انا قاعد كاشف كده ليه يا مندو؟ خد راحتك يا راجل.
انت في بيتك. هو انت جايبني هنا عشان تنفخ دخان الشيشه في وشي؟ انا بقالي ساعتين قاعد متسمر قدامك ومش فاهم انت عايزني في ايه بالظبط. ما تقوم يا ولد المركوب تعمل لنا شاي. حاضر يا كبير أمر. انت عارف يا مندو، العوامة دي انا اشتريتها من 20 سنة. لما احب اشتري دماغي وابعد عن دوشة الدنيا اجي هنا اطل على النيل واضرب الحجرين التمام. طب ما انت ضربت الحجرين التمام، ما تسيبني امشي بقى. مش لما تعرف انا عايزك ليه؟ اتفضل قول وخلصني. انا من صغري وانا غاوي اثار، بنقول عليها في بلدنا مساخيط، ومفيش حته تطلع من وجه قبلي الا لما تعدي عليا، علشان انا اللي بخلص مع الخواجات. هو انت تاجر اثار ولا تاجر مواشي؟ اهي كلها تجاره. شوف يا استاذ حدق، انا لا ليا في الاثار ولا ليا في البهايم، انا راجل كبير بدق على النحاس. عن اذنك بقى اقعد بدل ما تاويك في النيل. انت ليه بس مش مصدقني؟ انا ما عنديش اثار، انا اقدم حاجه في بيتنا هي كنبه جدتي. اقول لك انا عندي بيجامه مقلمه عمرها 15 سنه، لو تلزمك خدها. انت عندك حته وحته تساوي دهب. انا نفسي اعرف مين الحيوان اللي فهمك ان انا عندي اثار. الدنيا كلها بتتكلم عنك وعن زين. زين؟ وايه علاقه زين بالاثار؟ ما هي دي المسخوطه اللي انا عايزها. لا يا استاذ حدق، انت فاهم غلط. زين دي انسانه لحم ودم، بتاكل وبتشرب وبتعمل بيبي زينا بالظبط. انا اللي يخصني الخواجه اللي عايز يشتريها. طب مش تقول كده من الصبح؟ هو الخواجه القذر ده ناوي يدفع كام في الليله يعني؟ دي حاجه ما تخصكش. تحترم نفسك بكرشك ده وتكلمني عدل. حسابك معايا. ايوه اللي هو كام يعني؟ 100,000 اخضر. هو انا ببيع لك تمثال خشب؟ ده كائن فضائي، بتتنفس وبتتكلم وبتقول بابا وماما، وعلى فكرة دي ممكن تسخطك جحش ومن غير ديل. طمع يقل ما جمع يا مندو. معلش يا سيدي، انا انسان طماع. يا ابن الناس، ده اول تعامل بينا وليك عليا اعوضها لك البيعه الجايه. ده على اساس يعني ان انا عندي كونتينر كائنات فضائيه؟ ما هو ما تنساش انا ممكن اقلبها من وراك وما تاخدش ولا مليم، بس انا عملت بالاصول ودخلت البيت من بابه. لا يا حدق، انت لقيت البيت متلغم بالمخبرين فقلت تخلص معايا من بره. عايز كم من الاخر؟ 2 مليون دولار. مليون مفيش غيره. اديني يومين اجهز الفلوس وارن عليك. استبينا. الشاي يا استاذ. اشربه انت يا بغل. سلام. هو عصام اتأخر ليه؟ مدينة مصر كبيرة، عشان يمسحها شبر شبر مش قبل 5 ساعات عبال ما يرجع. هو يعني لازم يمسحها كلها؟ ما تقلقيش يا زين، اصل انت مش فاهمه، عصام ده ظابط داهيه وهيعرف يجيب مندو من تحت الارض. هات لي فنجان قهوه بسرعه يا ابني. اهو عصام جه. امال فين مندو بقى؟ احنا وصلنا لمكان التاكسي. طب ومندو؟ للاسف مش موجود. ابني ضاع يا سيدي. اركن على جنب هنا يا اسطى. امال فين التاكسي بتاعك يا مندو؟ اوعى من وشي يا قني. هو مستعجل كده ليه؟ يا مندو استنى يا مندو، كنت عايزاك في موضوع. بعدين يا غزال بعدين. يا بابا الله، انت يا بابا انت فين يا بابا؟ راح فين ده يا زين؟ يا دي المصيبه. رد يا بابا رد، حرام عليك وعلى اللي خلفوك. رد بقى يا بابا. مين اللي بيخبط؟ افتحي يا عطيات، انا مندو. اهلا يا مندو يا حبيبي، ادخل. ما تعرفيش بابا راح فين؟ هو نزل من شويه مع زين. وما قالكيش راح فين؟ لا، ده حتى لما ناديت عليه ما ردش. يبقى اكيد في مصيبه. طب هاتيلي كوبايه ميه عطيات لو سمحت. حاضر. رد يا بابا رد، ابوس ايدك. انت فين يا مندو؟ انت اللي فين يا بابا؟ وانا لما قلقت عليك رحت لعصام ابلغ عنك. طيب وزين معاك؟ ايوه، دي هتتجنن عليك من الصبح. طيب اديني عصام. طب مش تكلم زين الاول؟ بعدين يا بابا، اديني عصام بس. ايه اللي انت هببته ده يا مندو؟
ازاي تركن التاكسي في الممنوع؟ انت كده بتحرجني في الداخليه. يا سيدي انا اسف، المره الجايه هبقى اركنه فوق السطوح. اسمعني بس، انا عايز منك خدمه. خدمه ايه؟ انا عايزك تقبض على زين. يا غزال انت يا بنت. ياما كده برستيج هيتضرب قدام البنات اللي بيشتغلوا عندي. بقولك ايه، بلا برستيج بلا زفت. تعالي مندو عايزك. هو قالك بعض من لسانه انه عايزني؟ ايوه، وعايزك بسرعه كمان. يا ما انت كريم يا رب. انا كان قلبي حاسس هيلف يلف ويرجع لي. طب فوتي يا لسه فوتي. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبفوت. ومن الغورية انا رايح فين؟ لفت لفة وتاني حدود. خدمتك يا روح الروح. لا يا غزال. اللهم صل على النبي. كده على طول. طب نكتب الكتاب الاول. انا عايزك تقلعي الطقم الشيك ده وتلبسي الجلابيه المقرحه بتاعت زمان. انا من ساعه ما نطفت واتشيكت وانا حاسه انك مقير مني. انت بتحبني وانا معفنه مش كده؟ يا غزال انت مهما نضفتي وتشيكتي برضه معفنه. يلا روحي غيري بسرعه. 5 دقايق واكون عندك. وبقول لك تنسيش تنكشي شعرك. حاضر. هي ايه الحكايه بالظبط يا مندو؟ هتعرفي دلوقتي يا عطيات. ها ايه رايك؟ بصراحه انا ما شفتش اعفن من كده. ايه ياما واقفه كده ليه؟ ما تروحي تجيب لنا كده رز بلبن من الحسين. خلينا يعني نعرف نفك انا ومندو بكلمتين. عايزاها بالمكسرات ولا ساده؟ اي حاجه، المهم تاخدي وقت. رايحه فين يا عطيات؟ هجيب الرز باللبن. لا يا عطيات تعالي هنا بدل ما اموت لك بنتك. اديني جيت. اسمعي يا غزال، انت هتقلعي الجزمه دي وتلبسي الشبشب ابو ورده ده. يعني جيت في جمل؟ ادي الجزمه اللي خانقاك. ها عايزني اقلع ايه تاني؟ لا انت شقه. طب ولازمتها ايه بس الفضايح؟ ما تيجي افهميني يا جاموسه، انت تفتحي باب الشقه وهترقعي بالصوت وتنزلي جري زي الجدي الزرايبي لما بيفتحوا له باب الزريبه، وتروحي على كني وبالشبشب على دماغه وفين يوجعه، دماغه بقى او اي حته تانية زي ما تشوفي انت. وانت يا عطيات هتقفي في البلكونه وترصي طقم شتيمه من بتوع زمان. وليه يا ابني كل ده؟ اوعى تكون مصدق الكلام اللي بيقوله الواد كني، انه بيحبني يعني وعايز يتجوزني. كني بيحبك فعلا وعايز يتجوزك، بس ده مش موضوعنا. يا ابني غلبتنا معاك، امال عايزها تضربه ليه؟ انا عايز اخرج من هنا. ما تخرج، حد ماسكك؟ انا متراقب يا عطيات، في ناس عايزين يخطفوا زين وبيراقبوني. ده اللي يلمس شعره مش زين ادفنه وهو واقف مكانه. يلا ياما شوفي شغلك. يا لهوي. سيد الحدق، مش الجدع ده اتقبض عليه في قضيه تهريب اثار من كام سنه؟ طلع براءة سيادتك لعدم ثبوت الادله. سيد الحدق ده مش سهل، ده بيشتغل في السلاح والاثار وممكن يبيع عياله علشان الفلوس. ما هو عشان كده سيادتك لازم نقبض عليه. ايوه، بس المره دي عايزين نقبض عليه واحنا متاكدين من الادله، ولا ايه؟ طبعا سيادتك. احنا هنعمل اجتماع موسع النهارده ونحط خطه محكمه نقبض بيها على سيد الحدق، وفي نفس الوقت نحافظ على سلامه زين. تمام سيادتك. اهون عليك يا مندو، اهون عليك. عايز ترميني في الحجز؟ عايزني اروح برجليا للستات القذره دول طلع لهم شنب يا مندو. ما هو انت لو شفتي سيد الحدق بكرش وغباوته كنت هتبوسي على راسي عشان ارميكي في الحجز. انا لا يمكن اتحبس تاني مهما حصل. ده هما 2-3 بس لحد عصام ما يقبض على الحدق. ممكن يا عم عبد الواحد تاخدني معاك والنبي، واذا كان على اللحمه والفراخ كلهم زي ما انت عايز، انا مش هنطق معاك بنص كلمه، بس مش قدامي، ومش هلبس البيجامه المقلمه دي تاني. غزال هتفصل لي جلابيه. ها قلت ايه بقى؟ يا بنتي انا وماندو عايشين لوحدينا في بيت طويل عريض، عمالين نراكب في بعض بالبيجامات المقلمه لحد ما ظهرت انت في حياتنا. البيت ده خله شمس ودفى. انا اذا كان عليا عايزك تعيش وسطينا لحد ما ربنا يفتكرني. ربنا يديك طولة العمر يا ابويا. عاجبك كده؟ اديكي خليتي الراجل يهز في كتافه. بقول لك ايه يا عم عبد الواحد؟ نعم. مش انت كنت عايز توريني النيل واشرب منه عشان ارجع تاني والحاجات اللي هي من دي؟ ايوه، ده انا كنت منظم رحله نيليه ما حصلتش. طب ما يلا بينا بقى نروح دلوقتي. لو سمحتم، انا عندي عقده ومحدش يجيب سيره النيل قدامي. حقيقي انا قضيت اقذر 3 ساعات من حياتي في عوامه الحدق. كان لازم يعني تجيبوا سيره النيل. هو مين اللي بيتصل؟ سيد الحدق. هذا المسلسل حصري على قناة عجائب وقناة نجوم راديو. ما ترد يا مندو. انا خايف، ده انسان قذر وايده تقيله. يعني هو هيضربك في التليفون؟ ده حدق ويعمل.
اهو عصام جه. ايه في ايه؟ سيد الحدق بيتصل بمامي. طب رد بسرعه. طب هقول له ايه؟ مش لما نعرف هيقول لك ايه الاول؟ رد يلا. حاضر. الو. ايه يا عم مندو، ما بتردش عليا ليه؟ ما انا برد اهو يا اخوانا، ابعدوا شويه مش عارف اتنفس. ما احنا عايزين نسمع يا مندو. ما تاخدي الموبايل وتردي عليه احسن. وسعي شويه يا رشا، عايز اسمع، ما تغلسيش. يعني انا اللي وقعت من قعر القفه؟ فسعي شويه يا زين. انت بتكلم مين عندك؟ لا ما تاخدش في بالك، اصل انا راكب الاتوبيس بعيد عنك، ناس لزجه سايبين الاتوبيس كله وقاعدين في ودني. هو انت لسه ما خدتش التاكسي بتاعك؟ ما انا رايح في الطريق اهو. خلاص، اول ما تنزل من الاتوبيس كلمني. اوعى هيقفل يا مندو. طب اعمل ايه يعني؟ الطشه بالقلم. اتصرف يا مندو. الو سيد بيه. الحدق قفل. ايوه يا مندو، خلاص نزلت من الاتوبيس؟ ايوه نزلت. كنت عايز ايه؟ اصل جاب بالي حكايه كده حصلت من كام شهر. حكايه ايه؟ كان فيه واد امور بخلص معاه في موميا، واخد بالك؟ ها وبعدين؟ وبعيد عنك الشيطان لعب في دماغه وافتكر نفسه كولومبو وعمل لي مغرز مع البوليس. تعرف الواد ده فين دلوقتي؟ فين؟ مربوط بحجر ومرمي في النيل. يعني انت منزلني من الاتوبيس عشان تحكي لي حدوته مرعبه زي دي؟ انا حبيت الفت نظرك عشان لو عملت لي فيها رأفت الهجان وبلغت البوليس انت وابوك هتندفنوا بالحي. وانا اللي كنت بحسبك حدق عايزني اضحي ب$1,000,000 علشان حته بت من كوكب تاني؟ يا سيد بيه، انا لو عشت 148 سنه مش هعرف احوش $10,000 مجمدين. اهو كده عين العقل. طب ايه، احنا هنقضيها حواديت ورغي؟ فين الفلوس؟ اديني بس يومين اظبط مع الخواجه وارجع اكلمك. سلام. برافو يا مندو، برافو عليك. انا من رايي تعيد ثانويه عامه وتدخل كليه الشرطه. انا من اول لحظه شفتك فيها وقلت انك واحد مننا. هي دي سلاله الدقاق، سلاله كلها شجاعه ودهاء. عشان كده يا ابني لازم نفقس بسرعه قبل ما ننقرض. هو ده وقته يا بابا. ايه يا زين مالك ساكته ليه؟ انت صحيح يا مندو هتبيعني سيد الحدق ب$1,000,000؟ هو انا رخيصه للدرجه دي؟ طب على الاقل بعني ب1,500,000. حاولت بس قفش على مليون. يا خساره يا مندو، وانا اللي كنت بحسب ان انت بتحبني وبتخاف عليا، ده انت كنت نقطه النور اللي ليا في الكوكب بتاعكوا ده. كتر خيرك يا ابن الدقاق. الله. زين رايحه فين يا زين؟ رايحه الحجز، هو ده مكاني الطبيعي وسط الستات القذره المرميه هناك دي. عن اذنكم. ناولني الطبنجه يا عصام بيه. عايز الطبنجه ليه؟ هقتلها واسلم نفسي. يرضيكي كده يا ست عطيات؟ انا كني مقصات اللي معلم على شباب الغورية كلها انضرب بالشبشب على دماغي. معلش يا كني، للضرورة احكام يا حبيبي، كنا لازم نعمل كده عشان مندو يعرف يخرج. ويعني مندو كل لما يحب يخرج هتضربوني بالشبشب؟ ما قلنا لك مندو متراقب، انت ما بتفهمش. هو مندو عليه طار وانا معرفش؟ فيه ناس عايزين يخطفوا زين وبيراقبوا مندو. طب اديني هنت يا ست عطيات، فهميني وانا اتصرف. لكن غزال تضربني بالشبشب قدام اهل الحاره؟ طب اقعد جنبها في الكوشه ازاي؟ وانت ايه اللي قعدك جنب غزال في الكوشه؟ هي ما قالتلكيش على اللي بينا؟ ايه اللي بينك وبين كني يا غزال؟ انت هتجيب لي يا واد مصيبه، فوق لنفسك بدل ما فوقك بالشبشب. تاني يا غزال الشبشب تاني؟ كلمني انا هنا، ايه اللي حصل بينك وبين بنتي؟ طلبت ايدها في الحلال بأمارة ما قالت لي هات السي في بتاعك. طب مش لما تدخل البيت تدخله من بابه؟ ولا انت يعني غاوي شعلقه على المواسير؟ بيت ايه ياما اللي يدخله؟ ده تايه. ما النوع ده هو اللي بيعمر يا غزال. قولي لها يا ست عطيات، ده انا زي النسمه والمصحف فراشه طايره في الشقه، ولا هتحس بيا خالص، ومقطوع من شجره، لا اب ولا ام ولا كهرباء ولا ميه ولا اي حاجه. ولو المجاري اتسدت هتلاقوني في البلاعه اول واحد افك السددان، هتلاقوني موجود صدقوني. طب ما استخداماته كتير اهو يا غزال. ايه ياما اللي انت بتقوليه ده؟ هو انا هتجوز كيتشن ماشين؟ اديني فرصه يا غزال، ورحمه ام اللي معرفهاش ما هتندمي. ما تديله فرصه يا بنت، انت خسرانه ايه؟ ورحمه ابويا انت تايه. اشتروني واعرفوا قيمة غلاوتي، واسمعوني ياللي مش عارفين حكايتي. ومن الغورية الكوكب زين، لا نحس الجدو بفور. ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حضور. اسمع يا مندو، انت هتاخد زين وتروح، وعايزك تتصرف عادي جدا كأن مفيش اي حاجة حصلت. هي دي الخطة بتاعتك؟ مرصصنا قدامك زي قوالب الطوب 3 ساعات عشان تقولي في الاخر اخد زين واروح؟ ما تقلقش يا مندو،
البيت عندك متأمن تماما، النملة ما تقدرش تقرب من بيتكم. احنا اصلا ساكنين مع النمل يا عصام بيه. هو انت ليه مش عايز تقبض على سيد الحدق؟ ما انا اديتك عنوانه وتليفونه، في ايه تاني؟ ناقصك ايه؟ عايز مقاس جزمته؟ الحدق لازم يتمسك وهو متلبس. يعني هو انت عايز تقبض عليه وهو بيقتلني؟ ايوه زي الافلام، عايز يجي في اخر لحظه ويقعد يصرخ سلم نفسك سلم نفسك يا حدق، العوامه متحصره من كل حته. هو ده الجو بتاعه انا عارفه. والحدق يحط المسدس في دماغي ويقول اللي هيقرب مني هقتلها. ايه ده؟ الله، ده موضوع مثير جدا. لا بجد انا عايزه العب معاكم. يا عسكري تمام سيادتك. ارمي البلاوي دي بره، ولو اي حد حاول يقاوم اضربه بالنار. راح فين يا مندو؟ هدخل انام. بالبساطه دي مفيش اي احساس بالمسؤوليه يا ابني. ابوس على راسك سيبني انام، ده انا لو جبل كان زمانه اتهد. يا بني ادم افهم، احنا في حاله حرب. هي الحرب قامت وانا معرفش. مش عايز رغي كتير، اقعد. اديني قعدت. يا زين عايز ايه؟ تعالي في اجتماع طارئ. حرام عليكم بقى، انا ما صدقت النوم جه. اسمعوا يا اولاد، احنا مش لازم نستسلم لسيد الحدق، لانه هو في الاول والاخر مش هيقدر يهزمنا. الحدق ده زي الصرصار، تضربه بالشبشب يتفعس. ايه القرف ده؟ عشان كده احنا لازم نكون مستعدين في اي وقت لمواجهته. صح، بصراحة كلام مظبوط جدا. يلا تصبحوا على خير. خدني معاك يا مندو. انا لسه ما خلصتش كلامي معاكم، اتلقحوا. ما تسكت ابوك بقى يا مندو. مش عارف. احنا التلاتة هنعمل ورديات على مدار اليوم، التاني يناموا وواحد يقعد دبابان بيحرس المكان. تمام خلاص، استلم انت الوردية الاولى وتصبح على خير. ما ينفعش يا مندو، ما ينفعش. انت عارفني بحب انام بالليل. يا سلام، طب ما انا بحب انام بالليل. على فكرة عشان تكونوا عارفين، وانا كمان بحب انام بالليل. طب وبعدين هنعمل ايه؟ تعرفش يا بابا حد من اصحابك ما بيحبش ينام بالليل، يجي يقعد لحد ما احنا نصحى؟ للاسف يا ابني كلهم بيحبوا يناموا بالليل. خلاص احنا ننام واول ما يجي الصبح نصحى. ها قلتوا ايه؟ فكرة هايلة. دي كانت تايهة على دماغنا ازاي دي؟ البنت دي نبيهة قوي ما شاء الله عليها. يلا تصبحوا على خير يا ولاد. صباح الفل يا غزال. خير يا كني، عايز ايه على الصبح؟ كنت عايز استفسر عن حاجة شغلاني من ساعة ما صحيت. بعدين يا كني، انا عندي طلبية ولازم اسلمها في ميعادها. وانا مش هعطلك كتير، دلوقتي هنفترض انك وافقت تتجوزيني. تاني؟ يا ست بنفترض مثلا يعني. ماشي، وبعدين؟ وكتبنا الكتاب واتقفل علينا باب، وكلمة من هنا على كلمة من هنا بقيتي حامل. كل ده مثلا؟ لا لسه، وبعد كام شهر تخلفي. الواد يتكتب باسم مين يا غزال؟ انت اهبل يا ولا شكلك كده؟ يا ابني هيتكتب باسم ابوه طبعا. طب واسم جده؟ انا ما اعرفش اسم ابوه يا غزال. هو انت ما عندكش بطاقه؟ بطاقه؟ بطاقه ايه يا غزال؟ انا من يوم ما وعيت على الدنيا والناس بتقول لي يا قني، ما اعرفش انا غير كده. يعني انت اسمك قني حف؟ ايوه. ده ايه الغرب ده؟ انا عارف يا غزال ان انت مش ممكن تفكري في واحد زيي، لا انت ولا غيرك. مين البهيمه الجاموسه اللي هتتجوز واحد ملوش اهل؟ الملاف السعد يا زفت. وبعدين مين قالك ان مالكش اهل؟ امال انا رحت فين؟ انا ابوك وامك واخوك واختك وعمك وعمتك، انا العيله وشجره العيله وعيله العيله. يا لهوي، انت كل ده انت هتخلي البيت زحمه قوي. ده انا كنت في نعمه بقى وما كنتش حاسس. يعني انا هكتب كلكم كده في البطاقه العائليه. وبعدين بقول لك ايه، احنا نروح الملجأ وهناك اكيد عارفين اسم ابوك. وانا هعمل باسم ابويا ايه عشان تطلع البطاقه؟ يعني انا لو طلعت بطاقه هتتجوزيني؟ لا، هضربك بالشبشب. ايه رايك؟ يا صباح الخير يا اللي معانا. يا زين اصحوا يا ولاد بقى. راحوا فين دول؟ العيال مش موجودين. يا دي المصيبه، هذه المصيبة. الو. ايوه مين معايا؟ انا عبد الواحد الدقاق. في ايه يا عم ابو واحد على الصبح؟ ولادي اتخطفوا يا عصام بيه. اهدى بس يا عبدو. انا ازاي يا عطيات؟ ولادي اتخطفوا من قلب بيتي. طب انت دورت عليهم في الشقة كويس؟ هي فرد الشراب تايهة، ما البيت قدامك اهو يا عطيات ما فيهوش حاجة. بس
انا هقول لك هما راحوا فين. قولي يا عطيات بسرعه. راحوا يشربوا عصير. ما هو مندو طالع لك. انت مش فاكر لما كانت بتطلب معاك فخفخينه وتاخدني على ملا وشي اللي بتاع العصير؟ لا لا يا عطيات، لا دي العيال كانوا تعبانين من علقه امبارح وجعانين نوم. ده شخيرهم كان جايب لي ميدان العتبه، وانا لما صحيت في الفجر طليت عليهم لقيتهم رايحين في النوم. طب بس هيكونوا راحوا فين؟ مش عارف، بس العيال اتخطفوا بالبيجامات المقلمه. وانت ايش دراك؟ ايه، فستان زين موجود في الاوضه، حتى موبايل مندو ملحقش ياخده معاه. واللي خطفهم ده دخل ازاي بس؟ ده باب الشقه سليم ما فيهوش كسر. هو سيد الحدي هيغلب يعني؟ ده وش اجرام. يا رب حلها من عندك يا رب. انا مش عايزاك تحزق كده يا عبدو، لا السكر يعلى عليه. هو فين السكر ده؟ السكر اتحرق واللي كان. انت ما تقلقش نفسك، لو عصام بيه معرفش يتصرف احنا نلم شباب الحته ونروح بربطه المعلم كده لسيد الحدق ونطربقها فوق دماغه. ايوه هنطربقها فوق دماغه. افتحي يا عطيات، انا مش قادر اصلب طولي. مين يا عطيات؟ ده الواد كني. فين الباب في وشه؟ انت مش مأمن بيت عبد الواحد كويس يا عصام؟ ايوه سيادتك، المنطقه كلها تحت السيطره. امال مندو وزين راحوا فين يا عصام؟ ما هو ده سيادتك اللي هيجنني. الولد والبنت دول لازم تجيبهم من تحت الارض، والا هسلم الموضوع لحد غيرك. لا سعادتك اديني بس ساعتين زمن ومندو وزين هيكونوا واقفين قدام سيادتك يا فندم. بس اعمل حسابك لو ورقنا اتكشف عند سيد الحدق استقالتك تكون على مكتبي. مفهوم؟ مفهوم سيادتك. مقير مني ليه بس يا عم عبد الواحد؟ انا مش قلت لك يا زفت انت تحط عينك في راسك وتاخد بالك مين اللي طالع ومين اللي نازل؟ ما انا عيني في راسي اهو، انت شايفني حاططها في الدرج. ولما هي في راسك مندو وزين اتخطفوا ازاي وانت متلقح في الورشه؟ يا عم عبد الواحد اللي انت بتقوله ده كلام تهييس. مندو وزين ما خرجوش من باب البيت. امال يعني اتبخروا يا واد؟ وانا من ساعه ما المدام بتاعتي. مدام مين يا انت؟ الانسه غزال المدام بتاعتي. اول ما فتحت الاتيليه انا عملت قفل للباب البيت، سكيورتي يعني، وانا فتحت القفل بنفسي اول ما صحيت، ومن ساعتها قاعد دبان قدام الورشه، لا شفت مندو ولا زين. وانت جبت التايه، ما مندو معاه نسخه من المفتاح وتلاقيه اتخطف وانت نايم. ده اسمه كلام يا عبده؟ يعني هو هيتخطف وهيقفل القفل وراه وهو ماشي؟ طب انتوا ناس عاقلين وانا مجنون، قولوا لي مندو وزين خرجوا ازاي وراحوا فين؟ الشر بره وبعيد، ده انت سيد العاقلين يا سي عبده. كده خلصت، ملهاش غير تفسير واحد. ايه هو يا كن؟ زين رجعت الكوكب بتاعها وخدت مندو معاها. انت رجعت تشم بنزين تاني يا زفت انت؟ يا ريتها دامت، البنزين بقى بيتصرف بالبطاقه الذكيه. بطل تخريف، الحكايه مش ناقصاك يا كني. ارمي الواد ده بره يا عطيات. طب اسمعوني للاخر. امبارح بعد صلاه الفجر بساعه الورشه اترجرجت بيا والعده كلها اتطوحت في الارض، ومندو كان قال لي ان البيت لما اترجرج قبل كده مش بسبب الزلزال. امال بسبب ايه؟ المركب الفضائي بتاع اهل زين. لا تترجرج يا بعيد وانت واقف دلوقتي. اتريني لما صحيت لقيت صورة المرحوم واقعة في الارض. هو المرحوم ده قاعد لنا على السقطه واللقطه، كل شويه يقع ونعلقه، ما تقولوا له يتهدي بقى. يظهر كلام الواد كني مظبوط يا عبده. يعني انا مش هشوف مندو تاني ولا ايه؟ مندو طول عمره نفسه يهاجر ويعيش في كوكب تاني. مندو باعنا يا عم عبد الواحد. غطيني وصواتي يا عطيات. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين لفت لفة وتاني حدود. هي دي العوامة يا عصام؟ ايوه بس دي شكلها مهجور. طب وايه المشكله واحنا هنعيش فيها؟ طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هننفذ الخطه اللي اتفقنا عليها. انا مش مصدقه نفسي، اخيرا هحقق حلمي الصحفي. دي هتكون اكبر خبطه صحفيه في تاريخي المهني. بصي رشا، شكلي كده هسكعك بالطبنجه في دماغك. هو ده وقت الخبطات الصحفيه يا رشا؟ انا في مصيبه، لو ما انقذناش مندو وزين هلبس الجلابيه واقعد في البيت. ما تقلقش يا حبيبي، طول ما معاك رشا مش هتلبس غير التريننج. يلا بينا. فوق يا عبدو، فوق يا حبيبي، ده انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي، ده انت الحيطه اللي بتسند عليها.
انا فين؟ الحمد لله الحيطة فائت. انت في بيتك يا حبيبي وسط ناسك اللي ما يقدروش يعيشوا من غيرك. مفيش اخبار عن مندو؟ اطمن يا عم عبد واحد، مندو اصيل، اكيد اول ما يوصل الكوكب مع زين هيديك رنة. مندو مستحيل يمشي من غير ما يقول لي، على الاقل كان هيسيب لي جواب. الجوابات دي موضة قديمة قوي يا عبده، تلاقيه مشيع لك ايميل. بس انا ما عنديش ايميل. انت عندك ايميل يا هادي يا كني؟ حد الله بيني وما بين الحرام. استر يا رب. هو حضرتك صاحب العوامة؟ طب مش اعرف الاول انتوا عايزين ايه؟ انا حضرتك مساعدة مخرج، والباشمهندس مخرج افلام سينما عظيم. افلام زي اللي بتجي في التلفزيون كده؟ ايوه زي اللي بتيجي في التلفزيون بالظبط. طب ايه المطلوب يعني؟ اصل احنا عايزين نصور في العوامة. اصل احنا يعني اتفرجنا على عوامات كتير قوي وكلها متبهدله، لكن دي الحقيقه يعني شكلها محترم. والفيلم ده هيمثل فيه ممثلين كده يعني